يا اكرم، هلا والله مي. ازيك؟ ايه عامل الاخبار؟ ايه؟ الحمد لله ايه تمام، الاخبار؟ كله حلو الحمد لله. منورني. ده بنورك والله العظيم. اكرم، بتابع الكونتنت بتاعك من زمان، وهو امم اعتقد يستحق اللايك ده كده كده. يا ريت والله. عايزه اعرف بقى، انت بتبين على السوشيال ميديا انه امم you're doing this او انت بتعمل الكونتنت ده، بس ما نعرفكش اكتر. امم فاحكي لنا اكتر عن اكرم. والله اكرم بعد 3 ايام ان شاء الله يكون عنده 30 سنه، فخلاص داخلين على منتصف العمر. هابي بيرثداي. ثانك يو. فبدات السوشيال ميديا دي تقريبا بسبب الجامعه، انا خريج اعلام جامعه القاهره قسم اذاعه وتلفزيون. فتقريبا ده اللي عمل فيها الشغف ان انا بحب التصوير وكتابه السكريبتات والتقديم والحاجات دي. بس يعني دي الحاجة اللي خلتني أبدأ كسوشيال ميديا، وأنا شخص هادي جدا زي ما بطلع في الفيديوهات كده بالظبط. يعني انت بدأت بقالك قد ايه اصلا سوشيال ميديا؟ البداية الفعلية كانت من وقت الكورونا 2020، لكن اوكي. أنا بادئ من قبليها طبعا من 2014 تقريبا. كنت بحاول كتير قوي في اليوتيوب بس امم ظبطت معايا وقت الكورونا بس. كلنا لما جينا نبدأ، امم آه، ما ظبطتش في الاول، بتقعد تخبط هنا تخبط هنا. أيوة صح. فاحكي لي كده عن البدايه ازاي. يعني انت اول ما والله بدات اللي هو يستحق اللايك، ولا ما لا كانش اول خالص، حاجه؟ البداية وازاي الفكره برضو كنت جات لك يعني؟ كنت البداية طلبت من بابا كاميرا، لأن أنا كنت داخل بقى كلية إعلام، فقلت له بابا ينفع أخش كلية إعلام من غير كاميرا؟ قال لي أحلى كاميرا تجي لك. فساعتها كنت جايب كاميرا نيكون. كانت آه بكام الكاميرا يا اكرم ساعتها طبعا؟ والله مش عارف، كانت بالريال ساعتها بس كانت 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 رقم يعني. كانت بالريال؟ انت كنت في السعوديه؟ كنت في قطر. اه، اوكي. اه فجاب لي بقى الكاميرا ساعتها، وانا يعني مش فاهم اي حاجه وعايز اجرب الكاميرا دي بقى، وبدفع فيها فلوس يعني اجيبها كده واركنها. امم فكنت باخد الكاميرا تقريبا كل يوم وانزل اصور اي حاجه في الشارع. اوكي. اصور ورد، اصور زرع، اصور كراسي، يعني اي حاجه تقابلني في حياتي كده اقعد اصورها. امم فمن هنا بقيت بعرف اصور واتفرج على توتوريال بقى على اليوتيوب عشان اعرف اصور. امم واتشهرت في الجامعه جدا ان انا اكرم بقى اللي بيعرف يصور وكده. اللي بيعرف يصور صور ولا بيعرف يصور فيديوز؟ اشخاص وصور، والفيديوز كانت لسه يعني اه، لسه مش قوي لدرجه ان في وقت البروم اللي هي حفله التخرج وكده كانوا مديني تايتل شرفي كده بيست فوتوغرافر للدفعه بتاعتي. اوه. كان الناس بتحب ان انا اليوم اللي باجي فيه بالكاميرا ده كانت الناس بتحب تتصور قوي. امم ومن بعديها بقى من 2014 او 2015 تقريبا بدات اعمل شويه فيديوهات على اليوتيوب. كنت بعمل فيديوهات تعليم تصوير عشان انا كنت بجد حبيت التصوير قوي، امم لدرجة ان انا قررت ان الفيديوهات اللي اعملها هتكون توتوريال لتعليم التصوير يعني. حلو. الفيديوز دي لسه موجوده للأسف ولا مسحتها. نسفت وكنت عامل اسم الشانل؟ كنت عاملها أكرم أيمن من ساعتها، يعني من ساعة ما بدأت تقريبا وهي أكرم أيمن. اوكي. بس الكونتنت كنت كل شوية أحس إن لا مش ده، فأقوم ماسح كل الكونتنت اللي في الشانل وأبدأ شانل أو نفس الشانل بس أبدأ كونتنت جديد يعني. اوكي. فكان عندي فيديوهات توتوريال تعليم تصوير كتير قوي. بعدين مسحتها، بعدين نقلت على التكنولوجي، اتكلمت في التكنولوجي كتير قوي. بعدين مسحته، بعدين بدأت أعمل قصص رعب كده، حاجات زي بودكاست أحمد يونس والحاجات دي. بجد؟ اه ده بعدين كان واحدة من مسحتها. كانت المحتويات اللي واحدة من انت مريت المحتويات بيها؟ لحد ساعة الكورونا بقى قررت ان انا امسح كل الكونتنت اللي موجود على التشانل. ساعتها كنت انا متضايق قوي لان دخلت على الاباوت في التشانل لقيت عندي 20,000 فيو. قلت ايه ده رقم كبير قوي. مسحت كل الفيديوهات بقت صفر، حتى واخدها عندي سكرين شوت. واخد سكرين شوت لحد لما تميت المليار مشاهدة الحمد لله على اليوتيوب. واو. فعندي عندي 2 سكرين شوتس كده بعتبرهم من الحاجات الشرفية، يعني ممكن اطبعها واعلقها عندي في الأوضة. اه. فلا بدايتي مع اليوتيوب كانت بدايات كتيرة، مرة تصوير، مرة قصص رعب، مرة تكنولوجي. فلا ما كانتش بدايتي يستعد لك خالص. انت ايه اكتر فيديو اصلا جاب عندك فيوز؟ كان مش اكتر فيديو، كان اول فيديو يبدأ يشوف النور. كان عملية استبدال وجه بشري. واحدة حاولت الانتحار، فحطت مسدس او بندقية هنا، بدل ما تحطه جوه شوية عشان تموت مرة واحدة حطته في دقنها. فالرصاصة جت من دقنها طلعت من حتى قورتها. وهي بتموت؟ ف بتموت غلط. فيعني الجزء ده بالنسبة لها كله الرصاصة دخلت عملت خط كده. اه. هي عاشت لكن وشها ما عاش. ففي بقى ناس بتتبرع بأعضائها أو بوشها يعني بعد ما تموت. فكان في متبرع مات وقال أنا عايز أتبرع بوشي بعد ما أموت، فقاموا واخدين الوش بتاع دي رموه وخدوا الوش بتاع الشخص اللي مات، ركبوا الوش على الوش. هو انت ده حقيقي ولا ده انت ده حقيقي بتشتغلنا؟ فعلا وكان ده أكتر فيديو جاب مشاهدات عندي كلونج فيديوز على اليوتيوب حتى الآن. يعني الموضوع ده من 5 سنين تقريبا. حتى فاكر عدد الآن الفيوز؟
تقريبا 1.5 2 مليون. ده كان لونج فيديو يوتيوب ده على يعني قبل يوتيوب. الشورتس بقى والحاجات دي اه ما تظهر. فده من ساعتها وانا كان عندي مثلا 1000 سبسكرايبر او حاجه. من بعد الفيديو ده بقى عندي 40,000. يعني الفيديو ده جاب لي اكتر عدد سبسكرايبرز هو في اه هو بداياتي يعني. هو الرقم ده بالنسبة لزمان ده رقم بالنسبه كبير. لزمان لحد امم لما بدات بقى ابدا الفيديوهات بتاعه التيك توك والرقم نط مره واحده يعني بقى. يعتبر ده الفيديو اللي هو اللي خلى بقى خلى الناس اليوتيوب تبدأ يقوم تتعرف بقى على يشوف أكرم بقى. يعني الفيديو ده مثلا خلى الفيديوهات اللي قبليه بدل ما كان جايب 1000 بقى جايب 10,000. امم الفيديو اللي كان جايب 500 فيو بقى جايب 50,000 حاجات كده. اه هو الناس بقى الناس بدأت بقى تعالى بقى الله ده نشوف بقى. الكونتنت ده حلو لما اشوف الباقي بقى. فده اوكي. يعتبر اول فيديو انطلاقة على اليوتيوب بالنسبة لي. طب انت بتتأكد ازاي من مصدر اللي انت بتقوله؟ يعني هل ازاي اتأكدت ان في واحدة وشها والله طالع؟ زي ما قلت لك انا خريج اعلام. فكنا واخدين قوي ازاي تبحث عن المعلومة وازاي تدور في اكتر من مصدر. فكنت دايما ببحث عن القنوات الإخبارية الوثائقية. امم قناة بقى مش عارف اسمها 1 2 3 واي بي سي ومش عارف ايه، حاجات إخبارية هي أجنبية كلها يعني كده 1 2 عمرنا ما 3 اي بي سمعنا سي. عنها. هي كلها حاجات كده. الحاجات اللي مش كرييتيف. فكانوا بيجيبوا الأخبار دي فعلا وبيصوروا مع الشخصيات دي حقيقي، بيعملوا حاجات وثائقية كانت كلها بالإنجلش. امم فكنت بجيب الفيديوهات دي كلها أتفرج عليها وأترجمها للعربي، بعدين أخد العربي اللي ترجمته ده أعمل منه سكريبت وأصور الفيديو بقى بنفسي. طب في فيديو عملته قبل كده الناس قالت لك يا كداب؟ في كنت عامل عن غابات الانتحار تقريبا في اليابان. وكنت قايل هو ان ايه البؤس في ده؟ انت انا كنت بادئها بؤس انا قوي. انا خايفة عايز قوي. اقول لك ان اليوتيوب بيمنع المونetization او ان انت تكسبي منه ماديا لو عامله مواضيع عن انتحار او عامله مواضيع. فانا اول 5 6 فيديوهات عندي على اليوتيوب كانوا كلهم انتحار. وفي الغالب فما كمان البودكاست ده خلاص. الحلقة دي خلاص. فبالظبط ربنا يستر طب عليكي بقى. ليه انت في حاجة؟ كنت بحب الحاجات الرعب قوي. كنت بحب الحاجات كده اللي فيها غموض بقى وبتاع، واحط ميوزك ولسه حماسيه. بتحبها؟ لسه بحبها بس بقيت اتفرج عليها، ما بقيتش اعملها بصراحه. بقيت امم اتفرج على حاجات فيها حاجات وثائقيه ورعب وكده. انا من عشاق الحاجات اللي هي زي بتاعت ناشونال جيوغرافيك، اللي هي الطياره اللي بتقع دي كان اسمه ايه، تحقيقات الكوارث الجويه. كنت دايما قبل في ما اسافر ايه؟ لازم اتفرج على في حلقه ايه؟ تحقيقات الكوارث الجويه دي. كوارث؟ اه. ولما بقى اركب طياره وتعمل بقى فيه عواصف ومطره والطياره تتهز وكده، ده كنت بحب الاكشن ده قوي. في ايه؟ انا حاسس خايفة ان قوي. انا مريض نفسي. لا بحب الاكشن قوي بصراحه. مش اوكي. عارف اللي هو كده يعني. بس الحياة حلوة يا الحاجه أكرم جميله يعني. الحمد لله. طب بص، انت كنت بتقولي ان انت كنت في قطر. اه. طب احكي لي ده ازاي أثر على your childhood او طفولتك والله قطر وعشت هناك قد كوميونتي. ايه؟ كوميونتي حلو قوي 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 في قطر، وبيدعم اصلا الحاجات التصوير والحاجات دي كلها. فانا رحت بداياتي في قطر كانت 2009 تقريبا. مهم. كان والدي شغال هناك وقرر ان هو بدل ما ينزل هو كل سنة ممكن يبعت لنا مرة نروح وكده. فالحياة بقى المعتاد كنا احنا بنروح في الاجازات ونيجي في الدراسة. فلما كنا بنيجي في الدراسة في مصر قاعدين خلاص الثلاث اربع شهور بتوع الدراسة، تبدأ الاجازة نروح نستقر هناك في قطر. فلما دخلت كلية الاعلام بابا جاب لي الكاميرا. فالمناظر في قطر حلوة بجد. مم. الابراج بقى والشوارع والجناين والحاجات دي كلها. فانا كنت باخد الكاميرا وبنزل اصور كتير في الشارع. اعتقد ان الموضوع ده لو كان بدأ في دولة غير قطر كان ممكن ما يبدأش عندي الشغف التصوير قوي زي ما بدأ وانا بره يعني. بس لا بره ساعدني قوي بصراحة ان انا ابدأ موضوع الشغف في التصوير والحاجات دي كلها. مم. أم، فيعني هي البداية كانت من هنا. البداية كانت من ان انا مسكت الكاميرا وحبيت المناظر اللي قدامي وبدأت اصور. فمش عارف لو كانت البداية في اي حتة تانية كانت هيبقى عندي نفس الشغف ولا لا بصراحة. اعتقد ان الشغف بيجي من جواك مش من المكان اللي انت فيه. بس برضه هو بيبقى حافز. يعني انا لو ماشي في مكان عادي ما انا هصور ايه. بس والله برضه عندك حق. يعني انا برضه لما نزلت مصر لا صورت صور حلوة قوي. مم. وفي ناس ما كانتش مصدقة اصلا الصور دي في مصر ايوه يعني. بالظبط، انت لو بتتكلم عن المكان وعن قد ايه طلع صور حلوه مهما كان المكان فتعتبر لو انت يعني. عندك الباشن بتاع التصوير هتعرفي تطلعي كادر وصورة كويسة. فلا مم. عندك حق بصراحة. أم، استنى هقولك. اه يستحق اللايك اه جت منين بقى؟ وانت ما شاء الله دي عامل ده براندنج وبراند ايدنتيتي وتي شيرت وحركات دي بقى قصة عنيفة دي. وقت الكورونا انا مم. كنت بحب اليوتيوب جدا وما اوكي. كنتش بحب التيك توك خالص. كنت من قبل 2020 كنا دايما شايفين التيك توك ده بتاع الهلس والناس اللي بتطلع تعمل ترندات ايوه. عبيطة والحاجات دي. لحد ما بدأت الكورونا 2020 التيك توك خد شكل تاني خالص مم. كلنا شفناه يعني.
فانا كنت دايما متمسك بقى برايي، لا انا لونج فيديوز على اليوتيوب وكواليتي كونتنت والحاجات دي كلها، والفيديو كنت بصوره وبياخد معايا 3 ايام مونتاج والموضوع صعب قوي يعني. فلما بدات الكورونا، انا شغال في اف اكس ارتست يعني في مجال المونتاج والموشن جرافيكس، فدي حياتي ان انا بقعد على البي سي بقعد امنتج، دي حياتي خلاص. فقررت بصراحة ان طالما بقيت working from home فبقى عندي وقت اكتر الحمد لله ان انا ممكن اعمل فيديوهات اكتر. فقلت انا عايز اعمل فيديوهات على التيك توك نشوف الابليكيشن ده بيقول ايه، بس عايز اعمل حاجة بسيطة جدا ما تاخدش مني مجهود، لان انا اوريدي ببذل مجهود في الشغل الفول تايم اللي انا فيه. امم. فقعدت كده مع نفسي اعمل ايه، حاجة تكون سهلة وسريعة واعمل فيها فيديوهات كتير. فقررت ان اعمل فيديو يكون فيديو فعلا سهل، ومن كتر سهولته عايزه يكون فيديو ملوش لازمه كده في الحياه، يعني عايزه فيديو تافه، بس عايز اجيب لايكات وعايز اعمل ريتش وعايز الناس تتابعني وكده، فعايزه يكون يستحق لايك. امم. فمن هنا بقى جت فكره ملوش لازمه ويستحق لايك، فبقيت برمي الجمله دي في الاخر بشكل تلقائي جدا، ان بس والله انت يا ده اكرم بتعمل محتوى هادف، ما ده اللي انا يعني انت اكتشفته بقى. انت كنت مقرر تعمل محتوى غير هادف لا انا كنت فطلع مقرر معاك هادف. اعمل حاجه حاجه زي سكرين ريكوردنج على البي سي عشان ما اصورش، مش عايز اعمل اضاءه وتصوير ومنتج وكده، فكنت بعمل سكرين ريكوردنج لحاجات اسمها جوجل هاكس. امم. حاجه بتكتبيها في السيرش في جوجل فتعمل لك افكت معين في جوجل وخلاص، ويعني حاجه كده تسالي ممكن وانت في المواصلات تجربيها يعني. امم. فما كنتش مقتنع قوي ان الحاجه دي ليها لازمه قوي كده، انا كنت امم. متوقع انها ملهاش لازمه عشان هي ترفيهيه يعني مش مفيده قوي. بس اللي اكتشفته بعد كده ان الناس حبت الموضوع ده قوي. والله جوجل هاكس ويب سايت غريب يستاهل التجريب، دي كانت اشهر سلسلتين عندي في بدايتي يعني. فكنت بكتب حاجات في السيرش في جوجل كانت بتسلي الناس فعلا. انا عارف انها يعني ليها جزء من اللازمه، وفعلا اللي يشوفها يعمل لايك، بس من كتر ما انا كنت شايفها ترفيهيه وانا كنت متعود على الكونتنت التقيل قوي والقصص الاخباريه والوثائقيه وكده، فكنت حاسس ان لا الحاجات اللي بعملها دي ملهاش لازمه قوي، بس تستحق لايك، انا حاسسها كويسه. امم. فمن هنا بقى جت فكره ملوش لازمه يستحق لايك. فاول حاجه عملتها، عملت سكرين ريكوردنج للبي سي الجوجل هاكس دي، وقلت هنزل 3 فيديوهات مره واحده كده واشوف ايه اللي هيحصل. عملت الفيديو في 10 دقايق من بعد ما الفيديو كان بياخد معايا على اليوتيوب 3 4 ايام. عملت فيديو حرفيا في 10 دقايق سكرين ريكوردنج وفويس اوفر بالموبايل، وما بذلتش اي مجهود حرفيا. امم. ونزلت 3 فيديوهات على التيك توك، وقلت هتفرج على فيلم بقى اجنبي كده وانام عشان خلاص بقى يعني اليوم ينتهي. كانت الساعه 6 الصبح ولا حاجه، صحيت لقيت الفيديو عامل 60 ألف فيو تقريبا. وده واو. أول فيديو يعتبر أنزله على التيك توك. امم. فقلت إيه الهبل ده، أنا أول مرة أشوف حرف الكي ده عندي، أنا متعود على 100 مشاهدة 200 مشاهدة. 60 كي دي بالنسبة لي كانت جديدة تماما. امم. فقلت خلاص أنا هعمل 3 كمان، برضو 10 دقايق لكل فيديو. عملت 3 فيديوهات كمان ونزلتهم. خلال أسبوع تقريبا لقيت نفسي بقيت 10,000 متابع، بقى عندي 100,000 فيو هنا 200,000 فيو هنا. الموضوع بدأ يبقى حماسي شوية. وبس من ساعتها بقى عملت سلسلة جوجل هاكس وسلسلة ويب سايت غريب يستاهل التجريب. وقعدت سنة بطلع صوت بس من غير صورة، يعني الناس عارفاني أكرم كصوت، لدرجة إن أنا كنت ايه ده؟ يعني اللي مثلا انت بتقوله ده كنت بتطلع فيه صوت؟ صوت بس فويس اوفر بس. كان سكرين ريكوردنج للشاشة بتاعة البي سي، وكنت اه. بعمل فويس اوفر بالموبايل سنة كاملة. محدش يعرف مين أكرم، هو صوت بس. اللي يعرفني ممكن اللي كان بيخش على اليوتيوب شانل بتاعتي عشان كنت بعمل الفيديوهات بشكلي أو اوكي. بصور نفسي يعني. امتى بقى قررت تطلع للنور بقى؟ لما بقيت مثلا بروح مطعم او حاجه واجي اعمل اوردر، فاللي جنبي يسمعني يقول لي انا عارف الصوت ده، هو انت بتاع جوجل هاكس؟ فقلت له ويتصوروا معايا بقى وكده. فحسيت ان انا الله، طب ما صوتي مميز ده، انا عايز برضو اللي يشوفني في الشارع يعرفني كده من الشكل. امم. فبدات احس ان انا لا، عايز اطلع بصوت وصوره بدل الصوت بس. فمن ساعتها قررت ان انا ابذل مجهود اكتر في الكونتنت بقى. بعد سنه تقريبا، السنه دي كنت عملت فيها مليون فيو اعتقد، مليون فولور على التيك توك. امم. فقلت خلاص انا من بعد المليون هبدا بقى قصه جديده. سنة طالع بصوتك صوت بس؟ بس حرفيا، الناس كانت بجد بتعرفني من الصوت. اعمل اوردر في حاسة ان هو المطعم او كان working حاجه. from home، اللي هو انا مش هطلع النهارده. فساعتها انا واو. قلت انا عايز، لا عايز ابقى اعمل بروباجندا بقى واظهر بوشي وبتاع عشان الناس تعرفني في الشارع لما امشي. بس كان فور فان يعني. امم. وسبحان الله الموضوع فعلا مشي معايا، وبدات اصور فيديوهات بشكلي، والناس عجبها الكونتنت قوي. ساعتها لما طلعت بوشي في اول فيديو انا افتكر، انت اول فيديو طلعت فيه بوشك كان لا سنة مش كام؟ فاكر مش فاكر الفيديو، سنة بس كام؟ سنة كام يعني، اعتقد 2021 لان بدأت 2020 بدأت امم. الفيديوهات 2021 تقريبا بدأت اطلع بوشي.
اعتقد ان اول فيديو انا فاكر الموضوع ده او اوائل الفيديوهات يعني، حد كتب لي في الكومنتات ايه ده هو انت بتاع جوجل هاكس اول مره اشوفك. فاللي هو متابعني وعندي مليون فولور بس اول مره يشوفني بقى ايه ده هو انت اللي كنت بتعمل جوجل هاكس ده، الله ده محتواك حلو ده مش عارف ايه. وبدات بقى اتوسع في المحتوى شويه، ما مم. بقاش جوجل هاكس قوي، بقيت اعمل معلومات اكتر وحاجات اكتر. انت قعدت سنة بتعمل كونتنت من وما غير حدش يعرف ما الناس تبقى عارفة وشك خالص. او مين اللي بالظبط. بيتكلم. بالظبط. هل ده يعني انت كنت متردد او خايف انه الناس ممكن يبقى فيه ما يحبونيش مثلا؟ ما كنتش متردد لان ما كنتش عامل حسابي، انا كنت بعمل فيديوهات عشان كنت عندي وقت فراغ وقت الكورونا، وكنت مم. محبوس في البيت ما حدش بيطلع من البيت خالص وفقدت احساس الوقت. الاسبوع كله لاضم في بعضه، صلاة الجمعة ملغية فانا مش عارف النهاردة ايه اصلا، وبنام كل يوم الصبح، فانا حرفيا عندي وقت عايز استغله في اي حاجة. مم. فكنت بعمل الفيديوهات دي للتسلية بس بسلي نفسي، ما كنتش عامل حسابي ان في شهرة وفي فيديوهات وفي حاجات زي كده. حتى مم. لما كنت بروح الاوفيس عندي في الشغل، كانت الناس تقول لي انت بقى ايه ده، انت بقى عندك 250,000 فولور، انت عندك نص مليون فولور، ده انت بقيت جامد، ده انت مش تعرفنا، ده انت هتمشي تاني يوم هتستقيل بس ما هتعمل. كانش في حتة كده جواك اللي هو لا بلاش اطلع يمكن ما. لا، لان انا كنت متغلب على الموضوع ده من قبليها. مم. عشان بعمل فيديوهات من 2014 تقريبا على اليوتيوب، اوكي. بس على اليوتيوب ما كنتش معروف خالص. مم. لحد لما قررت ان انا استخدم التيك توك في اني اروج لليوتيوب بتاعي، حسيت برضو ان انا بعدت قوي عن اليوتيوب الهدف الرئيسي. وعمال اعمل تيك توك ووصلت مليون فولور، واليوتيوب عندي بتاع 700 سبسكرايبر مثلا. مم. مم. فحسيت ان انا بعدت عن الهدف الاساسي، انا كنت نفسي ابقى يوتيوبر واجيب بقى الدرع الذهبي والفضي والحاجات الجميله دي. مم. فبدات اعمل اعلان لنفسي، اللي هو اطلع اعمل اعلان اقول يا جماعه ده انا عندي قناه على اليوتيوب، اعملوا له سبسكرايب، تعالوا روحوا هناك، ده انا نزلت فيديو جديد. مم. انزل مقطع من الفيديو الجديد ده على التيك توك عشان الناس تتحمس وتروح تشوفه. لحد ما تميت ال1000 سبسكرايبر تقريبا. دي من الحاجات الاساسيه اللي كان لازم اتمها، 1000 سبسكرايبر عشان عشان ابدا افعل مونetization ويتعرض عندي اعلانات. حتى فاكر اول اعلان برضو اتعرض عندي على اليوتيوب وسجلته سكرين ريكورد، كان بالنسبه لي حدث بقى، اللي هو انا شغلت الفيديو وظهر قبليه اعلان، والفيديو بتاعي ده كان يوم ما يتوصفش، كان تقريبا مم. اعلان للبيبسي ساعتها او حاجه قبل المقاطعات والحاجات دي طبعا. فخدته سكرين ريكورد عشان من كتر الحماس اللي كان واصلني. يعني ما كانش زي دلوقتي، يعني دلوقتي تقريبا اي كونتنت كريتور على اليوتيوب بيتعرض عليه اعلانات من اول يوم، مم. مش لازم يوصل لحاجه معينه يعني. مم. بس فوصلت لل1000 سبسكرايبر، وقعدت اعمل اعلانات لنفسي على التيك توك عشان الناس تروح تعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب، لحد ما الموضوع الحمد لله مشي. فقرارك انك تطلع بوشك ده كان قرار اللي هو طب يلا بقى، لكن مش كان حاجة اللي كده هو اه. انا تعبت لا يلا لا، خد الخطوة كان بقى. كان كده اللي هو الله ده في حد اتصور معايا عشان سمع صوتي، انا عايز حد يتصور معايا عشان عارفني اصلا شكلا. بس اوكي. ومن بعديها خلاص بقى بقيت امشي في الشارع الناس تعرفني، امشي في المول الناس تتجمع تتصور، الموضوع ده حبيته قوي بصراحة. كان نفسك تبقى مشهور؟ ما كانش نفسي، بس لما جربت الموضوع الله ده حد اتصور معايا، بقيت حاسس ان الله احساس الشهرة ده حلو، فبقيت مم. اشتغل على نفسي اكتر، الله انا عايز ابقى مشهور فعلا. بس مم. ما كانش التارجت بتاعي في الاول طب بصراحة. وبعد ما بقيت مشهور حاسس ان الشهرة حاجة حلوة ولا وحشة؟ والله ليها مميزات وليها عيوب. مميزاتها ان فعلا بحس بالحب بتاع الناس، اللي هو حد بيجي يتصور معايا وبيبقى عنده حماس قوي، خصوصا الاطفال الصغيرين. مم. يعني ممكن اكون ماشي في المول كده وحد يقف يتصدم مره واحده، ايه ده انا شفت مم. الشكل ده قبل كده، ويقعد يتنطط انت يستحيل لايك عايز اتصور معاك. فالحاجات دي بتبسطني قوي بصراحه. ولكن على الجانب التاني ساعات بنفقد جزء من البرايفسي، يعني ممكن اكون خارج مع اصحابي او مع اهلي وبص كده مثلا الاقي في حد ماسك الموبايل وبيصورني مثلا من بعيد. اه. ما بعرفش انزل برضو في معظم الاماكن براحتي. فلا يعني ايه هي معظم ليها الاماكن اللي مميزات. انت مش عارف تنزل فيها براحتك يا اكرم؟ لا مش الاماكن اللي كده اللي يعني هي عادي. لا يعني هقول لك على حاجه، زمان كنت عادي لو لبست اي لبس ونزلت الشارع كان قشطه ما حدش عارفني، يا عم عادي ما عادي بننزل براحتي. باي حاجة. لا دلوقتي بصراحه بقيت اخد بالي انت عارف ليه شويه. انا براحتي بشويه؟ امم. لان الناس ما بتعرفنيش قوي في الحقيقه هما بيتخيلوا لما بيشوفوني اه. ان انا فوق ايوه فلما صح. بيشوفوا على الحقيقه اللي هو اكيد لا. تتخض. انا مش بحس احساس انتي. الخض ده بيحرجني قوي، اللي هو اه. انت لابس شبشب ونازل الشارع، ما طبيعي يعني البس عادي. شبشب وانزل الشارع يعني. بس الناس بتبص لك كممثله مثلا، امم. مش شخص عادي، شخص مشهور وايه ده انت ماشي في الشارع زينا كده. ايوه ايوه ايوه. فحسيت الموضوع ستريس قوي، اللي هو انا نازل مثلا اجيب حاجه من على اول الشارع، بس افكر كده لا طب البس كاب عشان مش مسرح شعري،
طب البس حاجه كويسه بدل ما انزل بلبس البيت، فبقيت احس باحراج بصراحه شويه. بيغطي على البرايفسي شويه، اللي هو لا ممكن طب انت حد حاسس انك انت ناجح؟ والله دي حاجه ما اقدرش اقيمها، ما اقدرش اقول انا نفسي ناجح ولا لا، امم. دي الناس هي اللي بتقررها. يعني امم. انا شايف ان انا الحمد لله بجتهد وعامل اخري في الاجتهاد، وانا راضي عن الاجتهاد والمجهود اللي انا بعمله في امم. الفيديوهات بتاعتي الحمد لله. فكره ان انا ناجح او مش ناجح دي مش انا اللي اقيم نفسي ناجح او لا، تقريبا الناس هي اللي تقيمني يعني. طب الشهرة نجاح؟ الشهرة الإيجابية نجاح، لأن في شهرة سلبية، ممكن تكون مشهور إن أنت عبيط، ممكن تكون مشهور إن أنت مش محترم. فلا الشهرة السلبية مش نجاح طبعا، ده طب فشل. ايه رأيك في الناس اللي مشهورين بالعبط على السوشيال آم، ميديا؟ العبط نوعين برضو خلي بالك، يعني ممكن يكون انت شخصيتك طالع ان انت بتعمل فيديوهات كوميدية مثلا، فالناس عارفة ان انت الشخص اللي بيعمل فيديوهات عبيطة كده، بس انت شخصيتك الحقيقة انت شخص رزين وكويس. بس في ناس عبيطة فعلا او مش عبيطة، اللي هو بتعمل فيديوهات كده كوميدية وهي دي شخصيته في الحقيقية، تايه كده مش داري بالدنيا. امم. فلا دي شخصية لازم حد يشتغل عليها، يعني ما ينفعش يبقى الواحد مغيب كده بصراحة، لازم الواحد يبقى رزين برضو في وقت ما. مش معنى ان انت فيديوهاتك كوميدية وبتضحك الناس ان انت في الحقيقة تبقى بهلوان، لا لازم يبقى في توازن يعني. اوكي، حلو قوي. طب قولي ايه كومنت اللي جالك قبل كده على الفيديوز بتاعتك، انت كومنت امباكتفul عمرك ما تنساه؟ بالإيجاب ولا بالسلب؟ قولي الاثنين. آم، اكتر كومنت بحبه قوي بيجيلي انت عندك قبول، انا بحب اتفرج عليك. اوكي. بس يعني ممكن يكون واحد مش مهتم اصلا بالفيديو اللي انا بعمله، بس بيقول انا اول ما بشوفك بعمل لايك، ما اعرفش انا انت عندك قبول كده، انا بحب اشوفك. امم. فده من الكومنتات اللي بحبها قوي 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 بصراحة، اللي بتجيلي يعني. امم. الكومنتات السلبية كتير بصراحة يعني، ويبقى فيها شتايم فمش هينفع تتقال، بس لا كتير الكومنتات السلبية. بتحبطك؟ لا لان لو انا محبوب بس هيبقى فيا حاجة غلط، ما ينفعش امم. شخص يجتمع عليه كل البني ادمين. امم. فلازم حد يحبني وحد يكرهني عشان احس ان انا بني ادم، يعني في طب حب في انهي كره. فيديوز اللي بتفايرل اكتر، اللي بتتشتم فيها ولا اللي بتتقولك فيها انت عندك قبول؟ لا لا انا عندي بصراحة. قبول بصراحة. بجد. اه انا اكتر فيديوز بتفايرل عندي اللي بتشتم فيها. بجد، اه، يمكن ما انت كله بتثيري بيجوين الجدل في بقى، يلا يا الفيديو، نكمل شتيمة. يمكن بتثيري الجدل في الفيديو ده مثلا. انا على طول بثير الجدل. اه لا لا مش بثير جدل كتير. ايه بثير الجدل؟ عشان بقولك ما اسمهاش بامبز، اسمها بامبرز. انت بتتريق على طبقة في المجتمع. لا، انا مش بتريق، انا بس امم يعني انا بصلح البرونانسيشن، بس صح. الطريقه تشدك شويه، لكن اه مش في بقولك بعض الناس يا اللي بت. بتاخدها تريقة، اللي هو انت بتتريق بنقولها بامبرز مالك يعني. في ناس بتاخدها كده، مم. لكن مش هروح بقى الصيدلية اقول له عايز بامبرز، في ناس بتاخدها ايوه، ما بالطريقة انا دي. قلت في الفيديو ان انت ما تروحش تقوله انا عايز بامبرز، بس ما بالظبط. تروحش تقوله عايز بامبز برضو. بما انك بقى بتحب الدراما امم ايه اكتر موقف حسيت فيه ان انت فاشل؟ اكتر موقف حسيت فيه ان انا فاشل، ده سؤال صعب قوي. مش عارف، ده سؤال صعب جدا، عمري فكرت في الموضوع ده. يعني عمري ما فكرت ان انا افكر في فشل، يعني بفكر. مفيش لحظه كده عدت عليك حسيت انه انا حاسس ان انا فاشل؟ انا كل يومين بحس ان انا فاشله يعني. بصراحة بحس الاحساس ده شوية لما بنزل فيديوهات ما بتجيبش مشاهدات. ممكن تكون الموضوع اللي انا بعمله مش حلو، او ممكن ساعات الالجوريزم بتاعت السوشيال ميديا مش مضمونة، ساعات ابس اند داونز. بس لما بنزل مثلا عدد من الفيديوهات واحس ان الشهر ده ما جبتش مشاهدات او ما كانش المشاهدات اللي انا متعود عليها، بحس اللي هو ايه ده، انا ليه مش عارف اعمل فيديوهات كويسه زي زمان؟ انا فشلت في ان انا اكتب سكريبتات كويسه، ولا فشلت في طريقه التقديم، ولا في ايه بالظبط؟ امم. بيعدي عليا الاحساس ده لما المشاهدات تكون واقعه بصراحه، وبيبقى احساس محبط جدا. بس وانس ان المشاهدات تطلع تاني، ودي بتبقى الجوريزم يعني على السوشيال ميديا عند الكل، سواء حد مشهور او حد في بدايته، بتبقى ابس اند داونز. بمجرد انها تطلع فوق تاني بحس ان انا استعدت الشغف يعني، وخلاص بكوب بسرعه يعني. انت انت بتشتغل حاجة تانية غير السوشيال انا ميديا؟ في اف اكس ارتست يعني يعني بتعمل ده دلوقتي؟ المونتاج هو شغلتي فول تايم، مونتاج وموشن جرافيكس. اوكي، حلو قوي. طيب ايه في وقت في حياتك نفسك مم. تعمل له مونتاج كده ويبقى تقطعه من حياتك تنساه؟ اقطع وقت من حياتي وانساه. امم. تقريبا اوقات الدراسة. مش عارف ليه، بس انا ما كنتش بحب الدراسة خالص يعني. انا كنت بحب الذكريات بتاعت الجامعة والصحاب والخروجات وكده،
بس اكتر حاجه كانت بتاذيني نفسيا فتره الامتحانات والمذاكره وكده. فخصوصا ان المناهج التعليميه برضو ما كانتش الافضل في كل المواد. يعني في مواد استفدت منها طبعا، خصوصا المواد العمليه في الكليه، بس لا كنت انا من النوع اللي ما بيعرفش يعمل حاجه انا مش مقتنع بيها. فلما بلاقي الحاجات المناهج اللي قدامي كلها حفظ ودس كده وخلاص، ما كنتش بحس ان انا مقتنع قوي بصراحه، بس كنت بعمل ده غصب عني عشان عايز انجح، عايز اجيب انت كنت من تقدير. الدحيحه بقى اللي هم يقول لك الدراسه وحشه قوي وانت اصلا في اعلام؟ والله انت يعني اعلام، انت قلت لي اعلام جامعه ايه؟ جامعه القاهره. ما كنتش دحيح قوي، بس لو نص نص يعني. ما لو كنت دحيح قوي طب كنت انت جبت كام في الثانويه العامه؟ جبت 93 ونص. انت في ايه؟ ما جبتش دراسه ايه 99 اللي ونص. كانت نفسك تنساها؟ لا فعلا كانت الدراسه كانت بتضغطني نفسيا جدا والله. و ما عشان ما كنتش سايب الكتاب. لا انا فاكر ان ايام الثانويه العامه كنت شحط كده كبير، وكنت بقعد اعيط كتير بسبب ان المنهج انا مش مقتنع بيه. مش عشان انا مش بذاكر، لا انا مش مقتنع بالمنهج. بس عملت حلو جدا. الحمد لله. بس هل ده كان معناه كان ان انت ممكن تنجح في حاجه انت مش مقتنع بيها؟ لو مجبر عليها، يعني الدراسه كنت مجبر ان انا اذاكر عشان اجيب مجموع وانجح واخش جامعه كويسه. امم. فكنت مجبر ان اعمل كده. يعني انا فاكر برضو ان انا كنت داخل علمي رياضه عشان اهرب من التاريخ، عشان ما كنتش بحب الحفظ ليه ادرس معلومات تاريخيه؟ ما المعلومات التاريخيه دي انا بحب اقراها، امم. لكن ليه احفظها واخش امتحن فيها؟ ويشاء القدر ان اول سنه في اول ترم في الجامعه ادرس تاريخ. وساعتها قلت لماما انا مش رايح الامتحان. قالت لي اوكي. لا ازاي ما ينفعش بعد ما ذاكرت كل ده مش هتروح الامتحان؟ قلت لها انا ما بحبش التاريخ ومش رايح الامتحان. قعدت تقنعني وتهدي فيا شويه لحد يعني كان عندي الامتحان بتاع الميد ترم بتاع التاريخ. امم. انا ساعتها ذاكرته الفجر، يعني النهارده الفجر ذاكرت الماده بتاعه التاريخ ورحت الامتحان بتاع الميد ترم انت نفس اليوم جينيوس. الصبح. جينيوس. مش جينيوس ازاي؟ خالص. لا لا، ثانيه واحده، قول كده. انت دلوقتي حد ما امم شاء الله جاب نتيجه حلوه في الثانويه العامه، الحمد لله. ودخلت كليه حلوه، كليه اعلام جامعه امم القاهره. ازاي انت وصلت لده وانت اصلا ما بتحبش المذاكره وبتعيط انا عندي نوع من الاحساس بالمسؤوليه كبير قوي. امم. يعني بعتبر اي حاجه انا اتحطيت فيها ان دي مسؤوليتي الشخصيه، انت المسؤول عن الموضوع ده. فمش برمي الحاجات بقى، اصل المناهج صعبه، اصل التعليم عندنا مش عارف ايه، لا انا خلاص اتحطيت في المسؤوليه دي. امم. فانا يكون قدها يا ما اكونش قدها. فالحمد لله ربنا بيعين طبعا على الموضوع ده. بس انا بحس ان ما ينفعش ان انا ما امتحنش. يعني ايه الماده صعبه ومش عايز اروح الامتحان، بس كده كده في الاخر كان قدرك ان انت هتروح الامتحان وتمتحن. امم. فانا كنت بحس ان لا دي مسؤوليتي، واهلي يعني صرفوا عليا ووصلوني للمرحله دي، مش هينفع اخذلهم دلوقتي خالص. امم. فكنت حتى لو بعمل حاجه انا مش بحبها زي ان اذاكر تاريخ، ده كانت اكتر حاجه وحشه في حياتي، بس لازم اعمل كده لان دي مسؤوليتي دلوقتي، مسؤوليتي ان انجح في الامتحان ده. فانا باخد كل حاجه على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وده يمكن مش مسبب لي ازمه في حياتي شويه. امم. بس انا لو حاجه بسيطه جدا اتسندت ليا ان انا اللي اعملها، بحط لها مسؤوليه اكبر من حجمها عشان خلاص دي بقت بتاعتي. طب لو قلت تيبس كده وهنس للشباب مثلا اللي لسه بتدرس، امم انه ازاي يجيب درجة حلوة في الثانوية العامة، كنت والله بتعمل كنت ايه يعني؟ بعمل استراتيجي زي ما عملت استراتيجي للسوشيال ميديا كده، كنت بعمل استراتيجي ليا زمان. مم. كنت بذاكر ايام الايام العاديه اللي ما فيهاش امتحانات، بذاكر عادي، ممكن اذاكر ساعتين ثلاثه في اليوم مش عارف ايه. بس الاوقات اللي فيها دروس كتير، عندي امتحان في الدرس، عندي امتحان في المدرسه، كنت بذاكر ساعه وساعه لا. يعني اصحى مثلا الساعه 10 الصبح او 9 الصبح، اذاكر ساعه وبكتب كده قبل ما اقعد اذاكر، بكتب انا بدات الساعه 9، اذاكر لحد الساعه 10، من 10 ل 11 ده بريك، بس لازم 11 ارجع اذاكر تاني، مم. واستمر بقى لحد مثلا الساعه 8 9 بالليل، والباقي فري تايم لحد ميعاد النوم. بس لازم كنت باخد ساعه مذاكره ساعه بريك، حتى لو انا لسه فيا باور، لا هو ساعه بريك جت. ليه؟ لان مش لازم اذاكر 4 5 ساعات ورا بعض، بس لو ذاكرت ساعه بتركيز ده ابرك من 10 ساعات. مم. فانا كنت بحب الساعه التركيز دي قوي، ولما ارجع اخد بريك وارجع الساعه كنت براجع على الساعه اللي قبليها اللي انا ذاكرتها، واسمعها لنفسي. لو دخلت المعلومه خلاص، ما دخلتش اذاكرها تاني، نفس اللي عملته الساعه اللي فاتت اعمله الساعه دي تاني. فموضوع ساعه وساعه ده نفعني جدا 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 بصراحه. هو وانا كنت mainly time انطوائي management. جدا، وانا مم. كنت انطوائي شويه، فما كانش عندي وقت ضيعه كتير. كان صديقي الاوحد هو اليوتيوب، يعني كنت بستهلك محتوى يوتيوب كتير جدا ايه ده؟ ثانية واحدة، انت اصلا introvert او انطوائي؟ جدا لحد تانية جامعه. انا عامه ما عنديش صحاب من المدرسه،
كل ف... اصحابي اللي عملتهم دلوقتي يا اما من بس السوشيال نجحت ميديا في يا اما من فكرة الجامعه. السوشيال ميديا، يعني انت حد انطوائي بس نجحت في ان انت اه تبقى بتعمل content creator. بالظبط، لان انا بكلم الكاميرا في البيت مش بكلم ناس، فالموضوع ساعدني جدا ان هو انا اصلا ما بعرفش اتكلم مع ناس، فما اتكلم مع نفسي قدام الكاميرا عادي. امم. فالموضوع كان سهل بالنسبه لي. انا اصلا لما كنت بفتح موضوع مع حد كنت ممكن اقعد اتهته في الكلام ومش عارف اكون جمله مفيده، امم. بس الكاميرا علمتني كتير. يعني الكاميرا كان ليها دور في تكوين شخصيتي. امم. بس وبعد ما دخلت بقى في الموضوع وكده بدأت، لا يعني انا لما اتعاملت معاك ما حسيتش ان انت introvert عادي يعني. صح اه. خلاص من تانية جامعة تقريبا، من بعد ما بدأت اتعرف على ناس كتير بدأ الموضوع يبقى سهل نسبيا. امم. ولما دخلت في السوشيال ميديا بقى وعرفت اروح ايفنتات واتعرف على ناس اكتر وكده الموضوع بقى اسهل يعني. امم. لكن انا لحد اولى جامعة ما كانش عندي صحاب خالص، يعني ايام من المدرسة كنت باخد الدرس واروح، صحابي يروحوا بلاي ستيشن وانا اروح لا انا عايز اتفرج على يوتيوب او اذاكر حاجة من الاتنين. الجامعة برضو كنت مش عارف، عندي ديدلاين اهو خلصت المحاضرة انا قاعد بعمل ايه، اروح. حتى لو امم. هروح اتفرج على التلفزيون بس ما عنديش حاجة اعملها، مش عايز اسوشيالايز مع حد. امم. لحد تانية جامعة لما لقيت نفسي ان انا الناس بتيجي تسلم عليا وانا مش عارف اساميها، بس هو يقول لي يا ابني انا قابلتك في المحاضرة اللي فاتت، يا ابني احنا كنا حاضرين مع بعض، احنا هزرنا مع بعض. فانا ما كنتش بفتكر اسماء الناس ولا بركز مع الناس خالص، من كتر ما انا ما كنتش متعود ان انا اعرف ناس اصلا. امم. فالموضوع ده اثر فيا، حسيت ان انا انطوائي زياده عن اللزوم، لازم اسوشيالايز شويه يعني. امم. فعندي صحابي لسه فاكرين لي الحاجات بتاعتي دي، ويا زمان ما كانش عندي سوشيال ميديا خالص. كنت لو عندي فيسبوك وكتبت بوست مثلا كنت اجي اخر اليوم امسحه، خايف ان حد يجي يعمل لي كومنتات او يقول لي يا انت كتبت حاجه زمان مش عارف ايه، كنت بنضف قبل ما انام كده. اوكي. بس. هو انت اوريدي يعني انت بتقول ان انت طبيعة شخصيتك ان انت كنت انطوائي امم. وبعد كده you succeeded على السوشيال ميديا. ف في يعني مقولة بتقول ان انت حتى لو انت شخص اجتماعي او كده وعندك ناس كتير وصحاب كتير وعايز تنجح، امم. انعزل شوية عن صحابك وخليك لوحدك، ركز في الكارير بتاعك then you succeed او تنجح وتحقق امم. حاجة. هي بصراحه ف دي حقيقه، بس مش عشان حصلت معايا يعني، انا ما جربتهاش، هي حصلت تلقائي كده معايا. بالصدفة. ان انا فعلا كنت انطوائي جدا، امم. فده كون جزء من شخصيتي ان انا خلاص انا بقى قاعد في البيت عندي وقت استثمره ان انا افكر في فيديوهات، ان انا اعمل فيديوهات واصور ومنتج، مش بتكسف من حد لان ما عنديش حد يتريق عليا اصلا، ما عنديش صحاب. امم. فكنت الفيديو اللي بعمله بنزله عادي من غير ما يبقى عندي كونسيرن ان الله ممكن الناس تعجبها ما يعجبهاش، لا عادي انا كده كده قاعد في الاوضه لوحدي يعني. فالموضوع ده اثر فيا طبعا، وحاسس بيه دلوقتي لان دلوقتي الحمد لله من بعد ما بقى عندي صحاب لا الموضوع بقى بياخد من وقت كتير، ممكن جدا انقطع عن السوشيال ميديا لفتره معينه عشان كنت مشغول مع اصحابي، كنا بنلعب كنا بنخرج مثلا كنا بنروح بنيجي، فالموضوع اثر على الشغل فما بقتش اشتغل كتير زي الاول. فلا الصحاب فعلا بيأثروا، مش بيأثروا بالسلب لان انا باخد الباور منهم، بريفرش معاهم، باخد انرجي كده فتخليني اروح اعرف اكتب تاني سكريبت واشتغل واصور ومنتج وكده. امم. فالصحاب هم ليهم دور ايجابي جدا، بس زي اي حاجه في الدنيا الشيء كل ما يزيد عن حده بينقلب ضده. لو زودت في القعده مع اصحابك وزودت في اصحابك ذات نفسهم هتحس ان انت خلاص يعني الوقت بدأ يضيع منك ومش بتنجز اي حاجه. مين اكتر حد influenced you او اثر فيك؟ آه، شخص اجنبي اسمه ماركيز، بيعمل تكنولوجي محتوى اسمه MKBHD القناه امم. بتاعته، ده اشهر تك فيور على مستوى العالم تقريبا. امم. ده اكتر واحد اثر فيا، وكنت بحاول اقلد الفيديوهات بتاعته لما كنت بعمل فيديوهات ريفيوز موبايل بقى وكاميرات ومش عارف ايه. فده يعتبر المثل الاعلى بتاعي في السوشيال ميديا، ده اللي بدأت اخد من المحتوى بتاعه واقلد منه شويه يعني. امم. بس في مقولة بتقول انه ما تبدأش من الاول، ابدأ من حيث انتهى الاخرون. what do you think؟ لو انا اللي هبدأ فهبدأ من الاول طبعا، ما انا هبدأ من حيث انتهى الاخرون، ما انت انتهيت عند حاجه انا ما وصلت لهاش اصلا. لا، بقصد انه تبدأ من حيث انتهى الاخرون. يعني انت مثلا في ناس اوريدي سبقتك في ان هي في ناس اخترعت تكنولوجي، ناس امم. وصلت مثلا بالكونتنت لمرحلة معينة، ناس وصلت في ان هي في ابحاث او لنتيجة معينة. هاجي انا بقى ابدأ من الصفر؟ لا، طب ما ابدأ من وقت ما هم يعني وقفوا وابدأ امم. اطور اكتر. فاهم قصدي؟
انا شايف انها لو حاجه ينفع ان انا اكمل فيها هكمل من حيث الانتهى الاخرون، لكن انا مثلا دلوقتي واحد بيبدا سوشيال ميديا، فالاخرون انتهوا فين؟ انتهوا ان هم مثلا بيعملوا بودكاست زي ما احنا قاعدين كده. exactly. هل ينفع انا ابدا بالبودكاست اصلا وانا لسه ما اعرفش استخدم مايك ولا كاميرا ولا منتج ولا اعمل اضاءه والحاجات دي؟ لازم ابدا من البدايات من تحت شويه. بص انا بختلف معاك هنا، مم. انه لا، انا شايفة انه لو الناس وصلت لمرحلة ان هي بقت بتعمل بودكاست، والناس في الاول خالص كانت بتعمل ليبسينك على ميوزيكلي قبل ما يبقى تيك توك، فانا صح. مش هاجي اروح لو انا عايز ابدا كونتنت، مش هاجي اروح ابدا بقى من البدايه خالص. لا، ما هي الناس وصلت لمرحله get ready with me، وانه يلا وتعالوا مم. معايا اروح اعمل كذا ومش عارف ايه وبودكاست. انا هبدا من هنا، لان انا لو بدات من هناك الناس العالم عمال بيسبقني. فانا بتكلم في ده من حيث الكونتنت او من حيث اي حاجه في الحياه. هو ان يعني انا مثلا لو انا عايزه ابدا اي حاجه في حياتي، وانا بتابع دايما مثلا الابديتس وصلت لحد فين، اوكي. هروح اشوف الناس وصلت في نجاحها او في اللي هم وصلوا له وات ايفر بقى ايه انا بدور عليه لحد مم. فين، وابدا. يعني مش هبدا من صفر، انا هبدا من رقم 10. حتى لو البدايه هتبقى بيسك، يعني حتى لو البدايه مثلا ان انا بجد هحط مايكس من غير مايكس خالص. يعني انا ببليف انه انت مش محتاج يبقى معاك كواليتي عاليه قوي، ولا كاميرا اكيد. عاليه قوي، صح. ولا موبايل جامد قوي، ولا حاجات جامده علشان تبدا خطوه انت محتاجها. مم. وناس كتير قوي بشوف ان هي بيأخر الخطوه عشان انه مستني يبدا. الظروف اصل انا المثاليه. بس مستني ان انا اظبط، اصل مش عارف ايه. ابدا. ابدا مم. لما تبدا. لو انت جامد هي هتيجي معاك، لو انت مش جامد صح. مش هتيجي معاك. لو بص انت انا جامد هتيجي معاك، حتى لو انت فعلا بتصور. بص يعني انت بدأت من غير ما تطلع انا شايف انها مره يعني تقليد اكتر من انه من حيث انتهى الاخرون. يعني انا شفت بودكاست فبحاول ان انا اقلد ده، مم. بس اكيد مش هوصل للمستوى ده على طول. انا مم. بحاول اقلد، يعني عندي كرسي في البيت ما هبدا هو بيه، that's what عندي I'm موبايل saying. صح. لكن من حيث انتهى الاخرون انا المايك بقى ده والاضاءه دي والكاميرا دي والحاجات دي مش هعرف ابدا من هنا، ما انا لسه مم. ببدا، بس هقلد. فانا ما شايف ان انا مع فكره التقليد في البدايه. قلد، مم. قلد اكرم، قلد مي، قلد اي حد انت بتشوف الفيديوهات بتاعته كويسه، مم. لحد ما يبقى عندك يور اون ستايل. صح. هتفضل بعد كده تطور فيه لحد ما تفضل يعني تعمل الكونتنت بتاعك الاساسي بقى. ممكن نقول انه يعني موديلنج، يعني بالظبط. ما تقلدش برضو ان انت تبقى نسخة من شخص تاني، ما مش كوبي يبقاش بيست. ليك ما يبقاش اه ليك الكاركتر بتاعتك او التأثير بتاعك. لانه لو انت بالظبط. لو في منك كوبيز كتير، ايه اللي يخليني اصلا هو اجي اتفرج عليك؟ مثال واضح زي الدحيح مثلا. امم. الدحيح ليه الستايل المعين بتاعه اللي هو واقف والكاميرا جايه من فوق كده ووراه اوضه ومش عارف ايه. امم. في كتير قوي دلوقتي بيعملوا نفس السيستم ده، امم. بس هو برضو عنده هيز اون ستايل، يعني مش بالظبط. بيقلد الدحيح 100%، امم. بس هو واخد منه مقتبس منه. امم. عامل ديكور شبهه، اوضه، وواقف نفس الوقفه بتاعته، بس بتكلم في موضوعات تانية، مش باخد السكريبت كوبي اتس بيست، مش بقلد اوكي. حركاته، مش بقلد نبراته. لو في موديل ناجح فولو ات. ده انا بشوف بالظبط. ان ده ذكاء. في موديل ناجح انا همشي ورا الموديل ده until، حتى لو انا ما عنديش الكاركتر او ما عنديش الكيان اللي يدي طابع للناس او امبريشن مختلف. by time هيجي I think this is what happened with you، انا انه شايف ان فكره التاثر، انا اتاثرت بالشخص ده فشخصيته طاغيه عليا شويه لحد ما اكون شخصيتي بعد كده. دي اتس اوكي جدا بالنسبه لي بصراحه. انا بشوف كده. يعني بشوف اه دايما ابدأ من حيث انتهى الاخرون، ما تبداش من الصفر. بالظبط. والناس عماله بتسبق، انت على ما توصل اللي هم انتهوا فيه مم. هيبقوا هم انتهوا في بوينت تانية خالص. دي حقيقة. فابدا وشايفه كمان انه ابدا، ما تستناش ان الظروف تبقى بيرفكت، عشان هي عمرها ما تبقى بيرفكت. وفي كومنت ممكن يجي لاي حد بيبدا دلوقتي: انت بتقلد الشخص الفلاني. عادي، يقول له انا بقلده. عادي، ايه يعني المشكله؟ واحد بيقدم معلومات علميه مثلا يقول له انت بتقلد الدحيح. انا بقلده، ايه المشكله؟ يعني خليني اقلده، ولما اوصل ليوم من الايام ان شاء الله لشخصيتي الكويسه اللي انا اقدر اعمل بيها ستايل الناس تقلدني بيه، انا هبقى مبسوط ساعتها. بس عادي، يعني اللي يقول لك انت بتقلد الشخص الفلاني فوقك منه، يعني كمل عادي، وكده كده هتكريت يور اون ستايل بعد كده. لو حياتك فيلم هتسميه ايه؟ لو حياتي فيلم اسميه يستحق الرأي. اسميه كنترول زد. كنترول زد اللي هي اه تو عشان انت اندو حاجه انت عملتها. انت متردد؟ جدا يا لهوي. يا طب نهار ايه، ابيض. عايز الحلقه دي تتذاع ولا حاسه ان انت هتكلمني بالليل؟ مي لو سمحتي
انا قلت كلام ما ينفعش. لا خالص والله، بس انا فعلا باخد قراراتي بتردد رهيب. امم. تردد رهيب، حتى ابسط حاجه في الدنيا لا باخد قراراتي بتردد شنيع يعني. ليه؟ مش عارف، بحس ان مش عايز اندم، مع ان عادي الشخص يغلط ويتعلم من اخطائه، بس امم. الموضوع ده بيوترني قوي. امم. فبقعد افكر في الخطوه كتير قوي عشان لما اخدها خلاص انا خدتها بقى، وانا الحمد لله عندي سلام نفسي كده ان انا اتحمل عواقب الامور اللي انا عملتها. فانا فكرت في موضوع حسيته ريسكي شويه، بس حسيت ان عادي لو حصل لا قدر الله ممكن نتحمل العواقب اللي هتحصل. فخلاص ما بندمش بقى، مش عايز اعمل كنترول زد هنا. فبفكر في الموضوع كتير قوي عشان مفيش كنترول زد في الحياه، فخلاص وقت ان ده حصل سواء حلو او وحش انا هتحمل العواقب بتاعته. يعني انت عايز يبقى عندك. لو في كنترول زد في الحياه بقى هبقى مش متردد زي ما انا دلوقتي، يعني عادي اخد القرار وزي ما تيجي ايه خيشت كنترول زد ارجع تاني. اوكي، يعني انت متردد. ليه متردد يعني؟ إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ بخاف. قرار غلط، الدنيا باظت، ها بخاف هتعلمنا بقى، من الدرس، يلا اللي بعده. بخاف الدرس يعلم عليا مش ما يع... يعلمني. هو الدرس لو معلمش عليك انت يبقى مش هتتعلم معلمكش، حاجة في دي الحياة. حقيقة صح. هتفضل قاعد خايف كده على جنب كده كده وكل. كلنا بنتعلم من الحياة، بس مش عارف يعني بحس ان لا، عايز كده كده اتجنب. كلنا بيتعلم علينا من الحياة، ولو ما دي اتعلمش حقيقة. عليك مش هتكبر، ومش مم. هتوصل، ومش هتنجح، ومش هتحقق اللي انت عايزه. هتفضل قاعد في الزون في بتاعت الكومفورت زون، التردد. انا عايز اقول حاجة بمناسبة الكومفورت زون دي. اتفضل قول يا فندم. فيها ايه لما نقعد في الكومفورت زون؟ شخص مستريح ما في نقعد في الحتة دي. الكومفورت زون ليه؟ اه يعني ليه؟ انا مستريح كده، ليه عايز تخليني يعني شاق كده طول الحياة ليه؟ ما تسيبني انا مستريح كده يا سيدي، مش ناجح في الحتة دي مثلا او مبسوط الحمد لله ربنا كرمك في الحتة في الكومفورت زون دي. بص، هي فكرة الكومفورت زون خروجك منها او دخولك فيها هي مم. بتعتمد على سقف طموحك فين. ماشي. لو سقف طموحك هنا، خلاص خليك في الكومفورت زون. عايز بقى مم. تطلع فوق فوق وسقف طموحك طموحك ملوش سقف، فانت لازم تطلع من الكومفورت زون. طب هسألك سؤال، ان انت تبقي في حتة كويسة ناجحة فيها وكومفورت زون بالنسبة لك ده افضل، ولا ان انت تعيشي طول حياتك ريسكي في سبيل ان انت عايزة تعلي من سقف طموحك؟ اعيش طول حياتي ريسكي في سبيل ان انا اعلي سقف طموحي. ان مم. الطموح دي حاجه بتبقى جواك، هي حاجه بس انت الانسان لازم مخلوق بيها. يستريح عند وقت ما كده، لازم ابقى مستريح. ما انت لازم تبقى مستريح، بس تبقى عندك طموح في الراحه بتاعتك. هتبقى فين؟ ما هو هتبقى في ما انا المالديفز ولا هتبقى عادي ما قاعد هو بتتفرج ليه على التلفزيون؟ كومفورت زون بتلغي مفهوم ان الشخص يطور من نفسه او يطلع واحده واحده انت. لانه الكومفورت زون مم. هو انت you're not changing. انت مش بتغير حاجه في الكومفورت ليه؟ زون. ما انت ممكن ما تتغيري، هي دي ممكن الكومفورت زون. بتطلعي انا ستيب باي انا ستيب، قاعده او هنا. بشتغل على الخطوه دي لحد ما احس انها مريحه بالنسبه لي وهي ستيب لفوق فعلا، بس بقت ستيب مريحه فاخش فيها، بقيت في الكومفورت زون بس ستيب اعلى، الكومفورت زون اللي بعدها ستيب ما انت اعلى كده بس you're برضه. getting out of your comfort zone، بس انت طالع ببطء. بالظبط. طيب فليه يبقى اطلع برضو يعني مش ليه عارف اطلع من ليه الكومفورت؟ افضل متوتر طول الحياه يعني ليه مش عارف. ليه متوتر؟ ما انت عشان تخرجي من الكومفورت زون لازم تبقي متوتره صح، انت بالظبط. خروجك من الكومفورت زون مم. بيوتر، بس في نفس الوقت you give yourself a chance، بتدي نفسك فرصة انه ما هنا انت دلوقتي عندك 30 سنة، لو ما مم. توترتش وطلع عينك دلوقتي انك انت تخاف وتبقى بتترعش وانت بتعمل الحاجة ومتردد وخايف ما تنجحش او صح. امتى هتعمل كده؟ ولو ما عملتهاش خالص. انا مع الفكره دي، بس برضو ساعات الواحد بيدخل نفسه في حاجات هو مش قدها عشان يثبت لنفسه ان انا لا انا مش في الكومفورت زون واعرف اخرج من الكومفورت زون. ما هو انت برضو تخرج من الكومفورت زون بالعقل، يعني انت تبقى طموح ريسكي وفي نفس الوقت بتحسبها. بتحسبها بالظبط. في ناس بقى ما بتحسبهاش، بتقول لا انا كده كده لازم اخرج من دايره الراحه دي، انا هخش ادوس في الموضوع ده واللي يحصل يحصل، وللاسف بيحمل نفسه فوق طاقتها. وده طبيعي ان انت دخلت في حاجه مش بتاعتك اصلا، فلما بتفشل فيها بتحس انت فاشل. لا انت مش فاشل، انت دخلت في حاجه اصلا مش بتاعتك او انت مش جاهز ليها دلوقتي. فلو انت كنت استنيت على نفسك شويه، تتقل، اقعد في الكومفورت زون شويه، خد نفسك لحد ما تبقى انا مش جاهز معاك. ليها، انا لحد مش ما تبقى معاك. جاهز ليها وبعدين دوس. انا بدوس. انا على فكره دوس. انا عارف بحب حزلقوم؟ الكومفورت زون، بس كده كده بخرج منها لدرجه ان انا التوتر عامه عندي بيعمل لي حاله نفسيه كده، انا ممكن جسمي كله يحمر بسبب التوتر. عادي ما يحمر. لا انا كده كده من كتر الحاجات اللي بخرج فيها من الكومفورت زون انا خلاص بقى اسلوب حياه ان انا اقعد افكر في حاجات جديده واجرب حاجات جديده،
بس ساعات بيجي لي حاله نفسيه كده ان هو عايز استريح بقى شويه. ايوه احنا هنتكلم عن النقطه دي. بس انت عارف مبدأ حزلقوم بتاع ما اجرب ما يمكن اطلع ما يمكن بعرف؟ اطلع بعرف. هو ده انا شايفه ان المبدأ ده حلو جدا. صح. حتى لو انت دايس في الحاجه وانت متوتر خايف، اصلا انا ما اعرفش اللي وراها ايه، اصلا انا مش عارف انا هعرف اعملها ولا لا، امم ما جرب. ما هو ده جرب كأنك ما جربتش خالص، ما يمكن بس لما في حاجات تجرب قبل تعرف. التجربه لازم تكون ليها تجهيزات وتفكير كبير قوي، زي مثلا ان واحد يسيب كل شغله وكل حياته ويسافر بلد تانية يبدأ فيها من اول وجديد. امم لا قدر الله لا قدر الله الفشل فيها بفورة، يعني ما انت خلصت خلاص، ما عندكش بص انا حاجة تاني. بشوف ان انت، هو سؤال واحد لما بتيجي تخرج من الكومفورت زون: مم. what's the worst case scenario that might happen؟ دي بقى ايه لازم أسوأ تحطيها، انت حالة؟ لما بتحطي ده في الاعتبار بيبدأ التوتر بقى يظهر عليكي، وبتبدأي تفكري في الكونسيكونسز اللي هو ممكن اتحمل ده او ما اتحملش ده. في ناس بقى ما بتفكرش في الموضوع ده خالص، تضربها جزمة مم. وانا هعمل كده يعني هعمل كده. دي بقى الناس اللي بتخيش بتخرج بره الكومفورت زون بغشومية. ده النوع اللي بتكلم عنه، اللي هم بيفكرش ايه السلبيات او الاحداث اللي ممكن تحصل بناء على القرار ده، بس مم. كده كده هاخده. فلما بياخده بيلبس لبسه وحشه قوي. فلازم ممكن. الواحد يفكر، ولما تفكري هتلاقي سلبيات ومساوئ كتيره ودي هتوترك وتخليكي متردده. بس eventually يعني ممكن تاخدي القرار في الاخر ان خلاص لو دي عواقب اقدر اتحملها، خلاص اتوكل على الله. مم. وكده كده يعني اعقلها وتوكل. صح، ده كده كده. بس ده كده كده. إيه، ممكن يجي عليك لحظة بعد ما تفضل تخرج من الكومفورت زون كتير وتنجح وتحقق و مم. بتحس بحاجة اسمها بيرن اوت او مم. الاحتراق الذهني. اه اللي هو انت بجد عندك كل حاجة قدامك وعندك كل الريسورسز وعندك، وتقدر تقوم تشتغل دلوقتي، بس انك تقوم من على الكرسي مم. عشان تشتغل دي مفيش، مرحلة مش عارف إلى تتحرك. حد ما وصلت لها حاليا، الحمد لله وبلا باين ان انا فخر. واصله لها ولا باينه؟ بلا فخر. يعني أنا كنت عندي مرحلة من الاحتراق مم. رهيبة، لدرجة إن أنا يعني خلاص الحمد لله بقى عندي استوديو مستقل بذاته، وعندي سكريبتات كاتبها، وعندي المعدات اللي بصور وبنتج بيها وكل حاجة. مش قادر أروح أصور، مم. فعلا فعلا مش قادر. يعني انا بصور كده اللي هو كل فتره اصور مجموعه فيديوهات واقوم كل يوم الصبح منتج فيديو وانزله. بس بيجي عليا فتره انا مش قادر افكر، مش قادر اكتب، مش قادر اصور، مش قادر امنتج. مش قادر لمجرد اني مش قادر بجد. عايز مم. اقعد كده ابص في السقف ما اعملش حاجه. ولما بقعد وابص في السقف ما بعملش حاجه ضميري بيأنبني، لان مم. انا متعود ان انا شخص اكتف منتج. لما بقعد ما بعملش حاجه بحس ان انا مكتئب اكتر. غريبه بقى لما بتوصل لمرحله البيرن اوت وكمان مش حاسس اه بالذنب. لا يعني انا بالنسبه لي لما بقعد فعلا ما بنتجش بحس بتأنيب ضمير. انت قاعد بتتفرج على فيلم، ايه ده؟ قوم اشتغل، قوم اكتب، قوم انتج. مم. مع ان ده طبيعي، ما انا بريح، باخد هدنه، باخد اجازه، بعمل اي حاجه. بس لا، انت ما ينفعش تريح، انت لازم تفضل طول الوقت شغال. فانا عندي الاحساس ده بيأنبني قوي. مم. لما بقعد بتفرج على فيلم كده او باخد فتره اجازه بحس بتأنيب ضمير مفيش ابن لذينه. رفاهيه للانهيار عشان حاليا. لما تكون كونتنت كريتور عارف بجد. في عبده، قوم يا بت شوفي ايوه. شغلك. بالظبط. بس الواحد حط نفسه في الحته دي، يعني انت لما تبقى فول تايم بتروح المكتب تشتغل 8 ساعات بترجع، انت لما بترجع انت خلصت شغل. مم. لكن لما بتكون كونتنت كريتور انت دايما بتفكر، دايما عايز تكتب سكريبت، دايما فكره شفتها فعجبتك فبتفتح لك فكره تانية. فانت ما عندكش وقت بتبدا فيه وتخلص فيه شغل، فانت دماغك شغاله 24 ساعه. فلما تقرر ان انت عايز تفصل، ما انت مش هتعرف تشد الفيش، خلاص كده كده الفصلان مش موجود، فبتحس بتأنيب ضمير بقى. انا لا ليه مش بس بفكر؟ بشوف السوشيال ميديا حاجه فليكسبل جدا ان انت تقدر تاخد بريك في اي وقت. انا بحس بتأنيب ضمير بقى، مش عارف. لا بس ازاي ده؟ انت مثلا ككونتنت كريتور، ما انت امم او يعني بتعمل مثلا سوشيال ميديا وحركات. اه انتوا يا بتوع السوشيال ميديا انفلونسرز بيجي لكم كامبينز تطلع امم تعمل لي بقى ريفيو في الاوتيل. صح. ها، ما انت قاعد اهو، حقيقي. ايه تعبان في ايه؟ ما الريفيو ده شغل برضه، انتاج. ما هو شغله على البحر. بس انتاج عادي working from بتوع السوشيال beach. ميديا دول. لا فعلا لما بقعد وقت فاضي ما بعملش حاجه انا بحس بتأنيب ضمير، مع ان ده الوقت بتاعي اللي المفروض افصل فيه عشان ارجع انتج تاني. امم بس لا، بحس فيه بتأنيب ضمير قوي زي الوقت بتاع دلوقتي بالظبط.
دلوقتي حاسس انا بتأنيب ضمير ان انت هنا ولا لا ايه؟ مش في هنا ايه؟ يعني مش في البودكاست حاليا الفتره دي، ان انا عندي بعد ما امشي من سكريبتات. هنا احس بتأنيب ضمير ان انا لا ضيعت لا وقتي معاكي. لا لا، ان انا عندي سكريبتات وكاتبها ومستني ان انا اصور، وعندي امم الحمد لله ستوك بمنتج منه، بس حاسس بتأنيب الضمير لمجرد ان انا عندي سكريبتات ما اتصورتش. طب how do you overcome the burnout؟ يعني ازاي بتتغلب على أم... البيرن اوت او الاحتراق الذهني ده؟ يعني انا على فكره برضو يعني مم. ممكن الفتره دي بس maybe يعني انا from a different يعني perspective. يعني انا بقالي مم. 11 سنه في الماركت as a CEO and founder of English Zone و founder of Buzz Marketing Agency مم. و social media influencer و also a mother. ف الموضوع هادف جت جدا عليا بقى طبعا. خلاص بقى 11 سنة يعني I'm making decisions وبرن مم. البيزنس وواتساب طول الوقت وميتينجز طول الوقت وحاجات صعبة كتير. ف I came at a point اللي هو لا أنا أنا يعني my body is not moving. أنا مش قادرة مم. أقوم من المكان ده عشان أروح أشتغل، مع إني أنا لازم أشتغل لأنه أنا المسؤولة عن الطفل اللي معايا ده. بالظبط. فاهم قصدي؟ مم. ف فقريت شويه عن البيرن اوت. اتس ا ستيت ذات يعني بيجي لك لو هتوصلي انت. لها كده كده، لو انت بتشتغلي باستمرار كده كده هتوصلي لها يعني. بس انا شايف ان الواحد يخرج منها زي انا عامه بخرج منها ازاي. انا بتمشى كتير قوي، التمشيه بتنفعني، معرفش ده ايه علاقته او تفسيره في علم النفس. بس لا، انا بحب التمشيه جدا، وانا بتمشى ممكن اطلع افكار، مم. وانا بتمشى بطلع كده الطاقه السلبيه اللي جوايا. فمعظم اللي بيقابلوني اصلا لو حد بيتفرج عليه دلوقتي بيقابلوني في مولات، لان انا بحب تمشيه المولات جدا، مكان مكيف ومقفول. فانا لا، التمشيه جزء من حياتي. فبتغلب على البيرن اوت ازاي؟ ان انا بتمشى كتير، بحس ان انا بطلع طاقه سلبيه وافكر في افكار احسن. موضوع البيرن اوت ده انا الحلول اللي بشوفها وعملت سيرش عنها كتير عشان اقدر احلها لما بتجيلي. تخيل ان اول حل هو قريب من اللي انت قلته، ان انت تنام. انام اصلا. نام كويس مظبوط، تظبط نومك، تظبط اكلك، تريح. يعني ما دلوقتي ما تحطش في دماغك ان انت عايز تحقق اهداف. مم. فاهمني؟ انت دلوقتي هدفك انك ترتاح، ده رقم بس واحد. اظبط نومك دي مستحيل. ما هو انت محتاج تعمل ده لانه جسمك دلوقتي بيشتكي، جسمك مش قادر يتحرك من مكانه مع انك عندك الريسورسز. يعني مم. عندك الاستوديو وعندك الكونتنت حضرته وتعبت جدا في الاستوديو اه يعني، طبعا. وشكله حلو قوي يعني انا شفته في مم. الصور تحفة. عندك كل حاجة وعندك يور بودي وعندك كل حاجة جاهزة مم. وبقك شغال وصوتك صح. وفكرك وعقلك وكل حاجة، مم. بس الانرجي مش قادر تتحرك. فانت محتاج تريح يور بودي خالص لانه ناو اتس complaining، هو مش بيتحرك. مم. اوكي. وتشتغل بطريقه البالكس، ان انت يبقى اول حاجه تعمل، تاني حاجه تعمل التايم مانجمنت اللي انت اتكلمت عنه في موضوع الايام الثانويه الساعه العامه. المذاكره بالظبط. هتعمل تايم مانجمنت انه امتى هتعمل ايه، وبتخلي عندك اهداف. انه لو انت مثلا عندك 10 تاسكس لازم تعملهم، خلي عندك انك النهارده انا هحقق واحد بس. فباي مم. ذا اند اوف ذا داي يو سي I'll call it a day. انا النهارده حققت، مش ما حققتش خالص. اوت اوف 10 ما تصحاش الصبح تكتب ال10 وانا لازم احقق ال10 النهارده. ما انت اصلا مش شغال، يعني انت اصلا مم. جسمك مش هو شغال. اصلا التاسكات لما بتديها لمخك لما تكون قليله، هو بيكون عنده قدره على التنفيذ اكتر من ان انت تديله تاسكات يس كتيره. بتحس بالاتشيفمنت. انا قريت معلومه اللي هو المخ لما بيحس ان انت داخل على تاسكات كبيره بيقعد يديك حجج، ما تيجي نقوم نعمل شاي، تيجي نروح يس. مشوار، ما عشان هو حاسس ان هو داخل على مدعكه، فلا بيديك حاجات اقعد بقى ريح شويه. وحاجه تانية برضو يمكن انا كتير قاوحت فيها، الرياضه. بجد عايز ممكن اعمل كده قوي. بتشوف كتير في بودكاست وحاجات اللي هو الريلز ومش عارف ايه، يلا امم. والرياضه وهتبوست يور انرجي وهي دي اللي هتسعدك. بجد ده حقيقي، جدا. بجد ده بيفرق قوي. بص، هي بس الطلعه انا الاولى. بكره الجيم، بس هو الجيم اللي هيظبط الموضوع جدا. هم. انا بلعب رياضه، بلعب بادل تنس، بس مش بانتظام، يعني ممكن مره مرتين في الاسبوع. بس الموضوع لو عندي منتظم هيبقى كويس جدا. بلس هم. الجيم بصراحه، لا الجيم انا متاكد ان هو بيظبط عارفه انت فيزيكلي كده بيظبط كل حاجه جوه فيزيكالي الجسم. ونفسيا انت بتظبط جدا، وده حاجات بالظبط. من اللي بتقاوم بيها البيرن اوت. مم. وان انت تقسم بقى بالكس، انه زي ما انت قسمت الوقت انه ساعتين ساعه ساعتين ساعه، فاهم قصدي؟ ساعه مم. بريك اند ذن ساعتين انا هشتغل فيهم، او العكس، على صح. حسب ما جسمك قادر دلوقتي. فدي اكتر حاجه واهم حاجه بقى، انه انت دلوقتي جسمك مش بيقوم بسبب عقلك. فانت محتاج مم. تبدا تخاطب عقلك انه انا I'm not superman. انا دلوقتي مش سوبرمان. انا مش لازم دلوقتي اقوم اهد الدنيا.
اوكي. صح. لا انا مش لازم اغير العالم النهارده انا زي شاهين بالظبط. بحب الناس اللي بتاخدها ببساطه دي قوي والله. هي مش بسيطه، هي مش بسيطه، بس انت بتبسطيها، بتسهليها على نفسك. انا بحب بتحاول. كده، انا عايز حد بقى يجي يتولاني كده يقول لي انت مش سوبرمان. بالراحه على ما هو نفسك. انت لازم تخاطب عقلك، انا مش سوبرمان، انا اه مش لازم اكسر الدنيا دلوقتي، انا مش لازم احقق كل حاجه، خلاص اتس بالظبط. اوكي بالراحه ايزي. حاجه من الحاجات المهمه قوي بقى اللي اتعلمتها ريسنتلي، موضوع النفس. انت عارف انه النفس. النفس ان انت تظبط نفسك وتظبط ازاي بتتنفس، ده بيتحكم في توترك وبيتحكم في ادائك وبيتحكم في يو ريسيفنج لاي حاجه. النفس وقت ما انا متنرفز يعني او حاجه، ولا في النفس عامه العادي؟ انت ازاي بتتنفس لو اه. ولا طب ما الناس كلها بتتنفس عادي يعني لا، طبيعي. المفروض ان في تكنيك للنفس، وانك انت بتتنفس من بطنك، مش زي ما احنا بنتنفس عادي. وده بيورجنايز عندك امم الاعصاب، وازاي انت تهدي نفسك وانك انت ما تبقاش متوتر. دي معلومه جديده، هقرا في الموضوع ده. الموضوع ده ريسنتلي قريت عنه، امم انه كمان في تريننج ان انت تتنفس من بطنك، مش اللي هو اللي احنا عادي زي ما احنا بنتكلم كده، لا، وبيبقى في تمارين ليها. انا عارف انها تمارين زي اليوجا امم كلاسز والحاجات دي، بس اللي هو في العادي ان انا اتنفس من بطني في العادي دي جديده دي. اه ممكن اقرا فيها. وكافئ نفسك بقى، وفكر نفسك بقى بالاوبجكتيفز اللي انت حققتها قبل كده، لا ده انا عملت كذا، ورجع بقى امم صورك القديمه، ورجع بقى انجازاتك مش انجازاتك، صورك اللي ما كانت من غير انجازات عشان تفتكر، اه وراجع في دماغك الاوبجكتيف بتاعك، هو انت اصلا ايه شغفك، كان ايه الاوبجكتيف. طول ما مفيش اوبجكتيف امم ما بيبقاش فيه سعي. ما عنديش هدف اسعى له، انا عايش عادي. لكن صح. لو حتى لو الاوبجكتيف ان انا عايزه اجيب كلب، يعني عايزه اشتري اه كلب النهارده، فاهم قصدي؟ امم خلاص بقى انا كلب مثلا بخمس 6000 جنيه، فانا محتاجه احوش ال5 6000 جنيه، فاهم صح. قصدي؟ فاهم. فده اوبجكتيف، فانا هشتغل لحد ما يبقى معايا ال 6000 جنيه، ده لو الكلب ب 6000 جنيه، يعني ده فرضا يعني. صح. فاهم قصدي؟ انك تو سيت ان اوبجكتيف او جول انا عايزه اوصل له، فده بيقلل امم من فكره البيرن اوت، فبيبقى عندك شغف ان انت عايز تعمل حاجه، فاهم قصدي؟ ممتاز، حلو قوي. ده بيفرق قوي في موضوع البيرن اوت. دي خطوات كلها انا لحد دلوقتي مش عارفه انفذها. طب انت اصحابك اثروا في حياتك قبل كده؟ انا بقى هحكي لك. قولي لي بقى، تعالي بقى. مدد على الشезлونج. استنى، نعدل نفسي. بص بقى، انا لما جيت ابدا انجلش زون، انه انا عايزه انا ما كانش في دماغي افتح بزنس على فكره. انا كان في دماغي ان انا عايزه ادرس للناس بطريقه زي ما انا شايفه انه الناس هتتعلم انجلش بالطريقه دي حلوه قوي واسرع واسهل، وهتجيب معاهم نتيجه كويسه. حلو. اوكي. فالحياه رمتني ان انا بقيت فجاه، يعني لا صاحبه مكان ولا بشتغل في مكان، بس انا امم في دماغي فكره عايزه انفذها. فقررت ان انا اروح اعمل ايه، ده فكره جت في دماغي، انا هروح ااجر شقه، عشان انا في الاول كنت بدرس للناس في كووركينج سبيسز، فاروح اوكي. اجر شقه هتبقى ارخص لي، وابدا ان امم انا ادرس للناس بالطريقه اللي انا شايفه ان هي صح. اوكي. حلو. فطبعا زي اي بنت بتروح لصاحبتها، دو 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 انا عايزه اقول لك ايه، بفكر اعمل كذا كذا كذا. كان رد صاحبتي اللي هي كانت ماي بيست فريند، قالت لي ايه ده ايه ده ايه ده، تأجري شقة وفي مكان عادي، لأنه أنا شقة هتبقى على قد، يعني هأجر حاجة كده امم هتبقى رخيصة في مكان شبه شعبي اكيد في شوية، البدايات يعني. مش هيبقى فيه فاسيلتيز كويسة، تطلع دور رابع على رجليك، امم فاهم قصدي؟ قالت لي ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتبدأي صغيرة هتفضلي طول عمرك صغيرة، لا طبعا ما تعمليش اللي انت بتقوليه ده. فهنا احباط قوي. لا، هنا صاحبتي دي ما بقتش موجودة في حياتي. طب انت حسيتي ان هي بتنصحك ولا حسيتي ان هي بتدمرك؟ هي بتنصحني من امم وجهة نظرها، امم فانت بقى لو فضلت اصحابك او الناس اللي حواليك تاثر عليك من وجهه نظرهم في حاجه سلبيين. انت مؤمن بيها، مش هتحقق حاجه. امم فبشوف هنا انه بالنسبه لي الشخص ده انا مش شايفاه ليه، لان انا شايفه الاوبجكتيف بتاعي، وشايفه النجاح بتاعي هيبقى في ايه، او شايفه انا هحقق في ايه، انا شايفه انا اي بليف ان ذس، انا مؤمنه بده. او هاخد فانا رايك واعمل اللي انا عايزه في الاخر برضه. اكزاكتلي. امم ولا ومش هسيبك تأثر، يعني أصل انت لو في اول خطوه اثرت عليا في قراري وبتقولي لا لا لا، انت لو اللي هيبدا صغير هيفضل طول عمره صغير، فانا بعد كده امم بقى لما ابدا هتقولي ايه، او هل لا انت صح، هتسبورت مي؟ لا. هيحبطني اكتر طبعا. بالظبط. امم فهنا دي في اللحظه دي ممكن تبان ان الموضوع ايه ده إيه، لا، ما هو انت امم صحابك هما اللي دايما بيقول لو انت عايز تعرف فلان بص على صحابه عاملين ازاي، دي حقيقة. فهي اللي انت بعد كده هتبقي معايا، فلا انت مش معايا. امم
فهنا اعتزلت الناس شويه، اعتزلت فكره الصحوبيه شويه، وان يبقى حواليا صحاب والكلام سبتي ده. صاحبتك دي ولا سبتي صحابك كلهم؟ خلاص، لا يعني بعدت، فاهم؟ وبعد كده امم. خلاص اعتزلت فكره الاصدقاء عموما. انا امم. صديقي دلوقتي هو مستقبلي، فتعالى نركز حلو. كده ونبدا صغير. امم. وسربرايزنجلي بدات صغيره وكبرت الحمد لله، لانه انت هي الموضوع شويه مجهود، ايمان امم. وثقه في ربنا قوي انه مش هيخذلك. مفيش حاجه اسمها امم. اللي بيبدا صغير بيفضل صغير. لا طبعا دي مقولة ال- فاشلة جدا. اللي امم. بيبدا صغير بيجتهد ويتعب و... وبيوصل ده بداية وبيكبر سلم عادي. النجاح عامة ويا يعني. سيدي لو ما كبرتش وفضلت صغير، ما انت فضلت زي ما انت كنت صغير، فاهم امم. قصدي؟ اه. فكأنك ما جربتش، بس اتليست انت جربت. بس انت كده اديتيني فكرة ان الصحاب هما اللي كانوا معطلينك ولا انت لا، مش فكرة ان الصحاب اللي كانوا معطليني، فكرة انه انا لو حسيت انه انت كصاحبي معطلني، اكيد انت مش صاحبي. ما... صح. هتبقى صاحبي بس امم. في الحتة المناسبة. انا ممكن اتعامل مع الموضوع ده، هروح اقول لصاحبي انا عايزه اخد رايك في حاجه، بس يا تدعمني يا تسكت. يا تقول لي اه ممكن. روح، يا تسكت تقول لي تمام ربنا يوفقك، بس عشان ما اخسروش في الاخر يعني. دي برضو هي ممكن، ده اختلاف شخصيات. اه. ممكن اكون انا بقى اخترت ان انا لا، انا عايزه اركز في ده قوي، لو انت هتحبطيني فخلاص. انا بصراحه لما بدات السوشيال ميديا ما خدتش راي حد، انا فتحت الكاميرا ودوست على exactly، طول يعني. حلو. بس مم. بس انت بطبيعتك كنت اللي هو ما كنت عندكش انطوائي صحاب كده قوي، كده، اه فحاسه ان بالظبط. هي it's the same اه point يعني. بس انا معاكي فعلا ان اوقات البعد عن الصحاب بيكون ايجابي، مش سلبي في كل ما هو انت الاحوال لما يعني. بتبعد ما بيبقاش هو كان بتكتشف انه ما كانش صاحبك اصلا. مش امم. بالضروره ان انا ان انا بكول هير صاحبتي، او بقول عليها ان هي صاحبتي، ان هي تبقى صاحبتي. ما انا ممكن المواقف تظهر لي ان انت مش صاحبتي ولا حاجه، انا فاهمه غلط. انا فاهم، انا في اصلا حاجه بيقولك في فرق بين الصاحب والصديق، لان امم. الصديق جاي من الصدق، لازم يكون صادق معاك صح. في كل حاجه. امم. فلو فعلا اللي قدامي ده لو باخد رايه في حاجه وهو مش صادق معايا، فانت صاحبي عادي، انت مش امم. صديقي. ففي فرق فعلا جدا بين الصاحب والصديق. ايوه صح. نتمنى الكل يبقى اصدقاء يعني، مش عايز هي صحاب، عايز انا حاسه اصدقاء ان دي بس. حاجه صعبه قوي، صعب قوي انك بس انت تلاقي ان مستحيله، مش كله يبقى صعب. اصدقاء يعني. لو عندك فرصة يوم تعيشه تاني من اوله، هتختار انهي يوم في حياتك؟ يوم اعيشه من اوله. امم. بصراحه اول يوم سافرت فيه لقطر، امم. ده كان من اسعد ايام حياتي، لان ده انا من صغري وبابايا مغترب، فكنت بعايش معاه بره، بعدين نزلنا استقرينا في مصر، بعدين 2009 بقى كان اول مره اسافر لبابا في قطر. ففكره ان انا ولد صغير وبحب الطيارات، والله هروح المطار واركب طياره وبحضر اللبس بقى الجديد اللي هسافر بيه والشنطه والحاجات دي، الاحساس ده احساس اول مره. لا ده احلى احساس الواحد ممكن يحسه في حياته، مش احساس السفر ذات نفسه، بس احساس اول مره الواحد يعمل حاجه فعلا هو بيحبها. امم. فنفسي اعيش احساس اللي هو اول مره ان انت تسافر، ده كان احساس تحفه بصراحه. انت ايه رأيك في السفر عامة؟ والله ريفرشنج جدا، حتى لو تسافر هتروح بحر كده جنبك في نفس البلد في نفس المحافظه عادي. امم. بس فعلا انا ساعات بحب الطريق بتاع السفر اكتر من السفر ذات نفسه. ايوه. برجع بحس ان انا مبسوط، خلاص يعني خدت طريق سفر، فرغت طاقة سلبية، شحنت طاقتي تاني، ممكن ارجع يبقى عندي طاقة اكتر من اني كنت رايح. يعني ممكن اروح طريق ساعتين ثلاثة رايح وطريق ساعتين ثلاثة جاي، بس انا راجع عندي باور، انا مش تعبان. فلا السفر سبحان الله هو مفيد جدا 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 للنفس، ومش شرط عشان تسافر ان انت تكلف. عادي جدا انت لو خدت ميكروباص رحت بيه محافظة تانية ورجعت تاني ودخلت احساس السفر كده وخدت الطريق بتاع السفر، لا الموضوع فعلا بيفرق نفسيا قوي. انت سافرت بلاد برا مصر؟ سافرت برا مصر اه. قول لي كده رحت عشان. في الاول كنت عايش في السعوديه مع اهلي، بعدين نقلنا قطر، ورحت الامارات عشان طبعا الايفنتات والحاجات بتاعه الشغل. رحت مونتينيجرو، دوله رهيبه بصراحه. امم. ورحت ارمينيا، الاتنين دوله طبيعيين يعني مناظر طبيعيه اه. وكده. بس انا حبيت ايه اكتر؟ لو هسافر سياحه حبيت مونتينيجرو اكتر، امم. لو هسافر دوله اعيش فيها حبيت ارمينيا اكتر، لان انا من النوع اللي بيحب يتمشى. وارمينيا دولة سيتي كده، مدينة ومباني عادي ومولات وبتاع، وفي نفس الوقت فيها مناظر طبيعية. نايس. لكن مونتينيجرو دولة جبلية جدا، يعني مش هتعرفي تتمشي فيها اصلا، لازم جبل تطلع جبل وتنزل من جبل وبتاع. امم. فاكتر حاجة حبيتها بصراحة في مونتينيجرو هي المناظر الطبيعية دي، كانت تحفة، بلد ما تتعوضش يعني. انا بحب السفر قوي، انا بعشقه بجد ادمان. جميل. بحس كل مرة بسافر فيها
برجع بكالتشر مختلفه، باكسبيرينس مختلفه، بفكر مختلف. دي حقيقة صح. بتغير كل حاجه. حتى دايما لما بتسافر روحك بتتجدد. ده رقم واحد. رقم جدا. اتنين، عقلك البرسبشن بتاعك عن حاجات كتير قوي في الحياه بيتغير. مم. حتى الطابور، يعني حتى الطابور بتتعلمه. صح وانت والله فعلا. لما بتشوف كالتشرز تانية بتتعلم انه لا، انت بتجيت اكسبوزد لحاجات تانية، انه بتتعلم مفاهيم تانية ممكن انت ما كنتش تعرفها بس اصلا. الموضوع ده بيأثر، يعني انا لو مسافر سياحة بصراحة بتبسط بالمناظر وكل حاجة، لكن لو انا مستقر في المكان ده زي ما انا كنت مستقر بره الى فترة كبيرة، اتعلمت من عاداتهم وتقاليدهم. اتعلمت فكرة الطابور فعلا والنظام والحاجات دي. حتى لو جيت هنا ولقيتها رجالة شوية، انا لوحدي بلاقيني منظم. امم. ما بعرفش ارمي حاجة في الشارع، ما بعرفش اخرج بره الطابور، ما بعرفش اعمل حاجة مش قانونية قوي. فتحس لا بتعلم منهم بره حاجات كتير كنظام لما بعيش وسطيهم لفترة. امم. لكن لو رايح سياحة، لا عيني بجد بتاخد مناظر جديدة تماما. الاخضر ده ما بنشوفوش كتير امم. في الشرق الاوسط، مش هنقول في مصر. فلما بشوف بقى جبال خضراء وسماء زرقاء ومش عارف ايه، واجي ارجع تاني مصر بتحس الدنيا كده فيها كاست اصفر او بني. لا بيبقى فرق النظر، تحس ان هنا الرؤية 4K بجد يعني. لا السفر فعلا بيفرق في النفسية في المناظر الطبيعية قوي. صح. لو انت هتغير الكارير بتاعك، مم. ايه الكارير اللي انت هتختاره؟ لو هغير الكارير بتاعي تقريبا هكون ممثل. مش اوكي. عارف ليه كل الناس اللي بتشوفني بتقول لي انت ليه ما مثلتش قبل كده، انت تنفع في التمثيل، انت السكتشات اللي بتعملها على السوشيال ميديا تنفع قوي، شكلك ممثل. امم. فحاسس ان يجي مني تمثيل. انا ما اعرفش، زي ما بالظبط اكتشفت ان انا الناس بتحب صوتي، مش عارف ليه، مع ان انا لما كنت بسمع الفيديوهات بتاعتي كنت لا ايه ده، بحس ان انا مش مبسوط قوي. بس الناس لفتت نظري لان لا انت صوتك ينفع، انت ممكن تدبلج، ممكن انا كنت تعمل. هقول لك كده على فكره واحنا في البريك. هو عامة كل الناس اللي بتجيلي في الكومنتات بتقول لي انت اللي عملت صوت فلين رايدر في فيلم ريبونزل. ايوه صح، صح. ايوه. الصوت بتاعك حتى لو الريل شغال وانا مش باصه في الموبايل بيبقى. بيتعرف على طول. حتى اه. كل الناس اللي بقابلها ايه ده انت صوتك زي الفيديوهات بالظبط، ده انت صوتك مألوف، عرفتك من صوتك مش عارف امم. ايه. فدي حاجة الناس لفتت نظري ليها. امم. لفتوا نظري برضو لان انا بعرف امثل. انا ما اعرفش بصراحة وما مثلتش قبل كده، بس هم لفتوا نظري الموضوع ده، فحاسس ان يجي مني يعني. ايه الحلم اللي انت لحد النهارده ما قلتوش لاي حد؟ ما انا قلت لك هبقى قلته للناس خلاص. تنتريليليلي. الحلم اللي ما قلتوش لاي حد، لا مش فاكر. انا اصلا ما بحلمش كتير تخيلي. انت قصدك حلم يعني وانت نايم؟ هو انت قصدك حلم ولا لا، انا ايه؟ بتكلم عن حلمك وانت صاحي اه بقى، ماشي، اصحى ما قولي بقى معايا. حددي. ايوه. حلم ما قلتوش لاي حد. أم... حلم ما يعرفوش غير اهلي تقريبا، ماشي. ان انا نفسي ابقى طيار حتى الان. واو. يعني I انا think you can تقريبا تبدأ دراسة بقى ينفع بس انت عادي. هو تقريبا معاك لحد سن 33 اعتقد ان انت تقدم في مدارس طيران. امم. بس انا واهلي من زمان وكنا متارجتين ان انا ابقى طيار. وكنت متارجت ان انا بعد الثانويه العامه اخش حاجات تبع الطيران وكده. امم. بس ما حصلش نصيب، يعني ربنا شاء الاقدار تكون غير. امم. ولكن لسه الحلم ده عندي حتى الان، مش عارف ازاي وممكن يحصل ازاي. بس انا الطيران ده حلمي الاول والاخير. امم. بس مش عارفة اقول لك يا رب تحققه ولا. اتمنى والله ان شاء الله. ان شاء الله. ايه الحاجة، جملة بتتقال عنك نفسك تختفي محدش يقولها لك؟ نفسي تختفي وبتتقال عني؟ امم. ده سؤال صعب قوي. طب انا هعرف ازاي انها بتتقال عني؟ مش عارف. حد دايما يعني بيقولوا ان الجملة دي بتتقال لك كتير، او كلمة بتتقال لك كتير عنك انت، ومش حابب انه حد نفسك تختفي ما تتقالكش تاني. صحابي المقربين بيقولوا لي انت توكسيك. يا نهار اسود اصلا. ده اشاعة، خلي بالك. اشاعة. اشاعة مغرضة وتقليل من ذاتي. انا متقلقوش. خايفة. فبس انا نفسي المعلومة دي تختفي. انا مش توكسيك، انا بس عنيف شويتين، بس انا مش توكسيك خالص. إيه، ده معنى كده ان انت بترتبط بقى وكده؟ لا خالص والله. ايه ده يعني ارتبطت انت مرة واحدة في حياتي في وقت الجامعة تقريبا. مرة واحدة في حياتك؟ اه طب عرفوا منين ان تخيلي انت بقالي توكسيك؟ 30 سنة مرتبط مرة واحدة. بجد؟ اه طب ايه، في ايه، ليه مالك؟ زي ما قلت لك، الحاجات اللي بتجيلي انا بحسها مسؤوليه، امم. ودي مسؤوليتي. فانا بالنسبه لي الارتباط ده مسؤوليه كبيره، يعني ما بعرفش ارتبط بانسانه الا لو الانسانه دي متاكد ان انا هخطبها واتجوزها. امم. فبدرس الانسان كده من بعيد. انت تنفعي ما تنفعيش مش عارف ايه، لو احنا اتقابلنا مثلا في مكان بتاع. لكن وانس ان انا هرتبط بالشخص ده، فانا لازم ابقى متاكد ان الشخص ده
هخطبها وهتجوزها بعد كده. مم. فدي ريسبونسابيلتي كبيره قوي بالنسبه لي، فبنقي كويس يعني. حلو حلو. بس طب ما ده ممكن مش توكسيك، ليه توكسيك؟ التوكسيك هم بيشوفوني بقى، لا انت الشخص اللي قدامك ده ما فيهوش عيوب، ليه ما ترتبطش بالبنت دي يعني، او ليه ما تتجوزهاش. مم. انا باخد وقتي قوي في التفكير وفي التأني كده، واصلي استخاره كتير وبتاع، مم. بس لسه ما حصلش نصيب بقى حتى الان. فهم بيشوفوني اوكي. توكسيك في الحته دي، اللي هو انت ليه يا عم مش عايز ترتبط باي حد، ليه مم. مش عايز طب تخطب ايه ليه. رأيك في الصحوبية اللي هي الصداقة، مش الصحوبية اللي هي امم جيرل فريند وبوي فريند، الصداقة ما بين الراجل والست؟ بحدود بصراحه يعني. انا اغلب يعني they can be friends، بمعنى فريندز من اللي اي هو اتجاه. ده صاحبي الانتيم؟ لا بصراحه. لا. لا انا معظم صداقاتي مرتبطه، لان دي كانت زميلتي في الشغل، دي كانت زميلتي في الجامعه، دي زميلتي من السوشيال ميديا. لكن ان انا اخد واحده كده انها البيست فريند بتاعتي لا دي غلط جدا بصراحه. ليه غلط؟ مش حاسس ان الراجل والست اتخلقوا عشان يبقوا كده يعني. طالما في بينكم مشاعر، يبقى المشاعر دي هتوصل لحته نهايتها مش هتعجبكم انتوا الاتنين في الاخر، ومش هتعرفوا تكملوا صحاب. مم. فانا شايف ان الصداقه مش بتصنع كده، لا هي بتتبني لوحدها. دي كانت زميلتي في الشغل، دي كانت زميلتي في المدرسه، دي كانت في كده. لكن ان انا اصاحب حد عشان يبقى البيست فريند بتاعي، النهايه مش هتعجبنا احنا الاتنين في الاخر. لا، وبعدين لما تيجي ترتبط بقى تقول لها ايه، معلش لو دي سمحتي البيست انا فريند ارتبطت بتاعتي دلوقتي، انت مش هتنفع تبقي معلش البيست. القاعه مستحمله 200 فرد، فهنخليهم 201 عشان البيست فريند جايه. طيب، ايه موقف حصل لك كان نفسك مم. الارض تتشق وتبلعك؟ دخلت حمام السيدات بالغلط. اه. والله احنا عندنا في الكليه، دخلت ولا انت دخلت وخرجت بسرعة ولا؟ دخلت ولقيت بنات جوه، فخرجت بسرعه لقيتهم بيقولوا ايه ده ايه ده إيه ده اتخضيت مم. خضه بصراحه. احنا عندنا في الكليه مكان الحمام واحد، بس الدور الاول ولاد والدور التاني بنات، فانا ما كنتش فاكر انا في انهي دور. فانا عارف مكان الحمام هو مكان ثابت، بتخش يمين في شمال، فهو ده المكان. مم. فدخلت بقى وخلاص، انا داخل الحمام دخلت لقيت بنات بقى بتظبط ميك اب، واللي بتربط الطرحه ولا مش عارف. اتصدمت هاي صدمه. جيرلز. ولقيت بقى البنات خارجه بتبص هو مين الولد اللي كان جاي من الحمام، وانا خارج من الباب لقيت بنات جايه من بره، ايه ده انت ازاي كنت في الحمام بتاعنا. فكنت عايز بقى بصراحه الارض تتشق كنت وتبلعني يعني. بتغش في الامتحانات وانت صغير؟ ما انت اصلا الدحيح آم، طبعا اللي الناس كانت بتغش منه. ما كنتش بعرف اغش والله يعني. كان في ساعات حاجات بتحصل غش، بس انا ما كنتش بعرف اغش. مم. وكنت بشوف ان الحاجه اللي انا مش عارفها مش لازم اغشها، مش عارفها وخلاص يعني، مم. عشان ما غشلقش على نفسي الحاجات اللي انا عارفها. اللي هو انت مثلا مش عارف ما يعني في ربع عندي سؤال كده. عندي 5 اسئله، ما اغش ده ليه وانا لسه عندي 4 اسئله عارفهم وما حلتهمش. مم. فكنت بحس ان انا كمان ما كنتش بعرف اغش، كنت بتقفش قوي. انا بجد. كنت عبيط جدا في الموضوع ده يعني. حتى لو مم. اللجنه سايبه انا كنت بتضايق ان اللجنه بتبقى سايبه، لاني مش عارف اركز في اللي انا بكتبه. سيبوني احل اللي انا عارفه، وبعدين ابقوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. فانا لا، انا كنت عبيط قوي في الموضوع ده. واصحابي بقى كانوا بيفتكروني ان انا بخبي عليهم، ان انا افضل احل كده شويه وبعدين افكر. فيقول انت بتمثل انت بتفكر وانت عمال تحل كل حاجه وبتقفل في الاخر. قلت لهم يا جدعان انا بفكر بجد فعلا والله. مم. فهم كانوا بيفتكروني ان انا دحيح الشله بقى، اللي مش عايز اغش ولا اغشش ولا الكلام ده. بس الحقيقه ان انا ما بعرفش اعمل كده، مم. بس بحب ابقى ملتزم شويه. حلو جدا. انا خلصت الاسئله. بس هنلعب. يلا بينا. ماشي. اوكي دلوقتي انا معايا صوره وانت معاك صوره. تمام. اوكي. والمفروض ان كل واحد فينا يسال التاني إيه اللي في الصوره، اسئله عن الصوره. اوكي. ماشي واللي هيكسب هو اول واحد هيخمن حلو. ايه اللي ما معاه. بحبش التحديات بس بحب اكسب. انا بحب التحديات. ماشي هنشوف بحب مين اللي اطلع من هيكسب في الكومفورت زون. الاخر. ماشي يلا. يلا بينا. آه الحاجه اللي في ايدي دي بتتاكل؟ آه الحاجه اللي في ايدك دي مش بتتاكل. ماشي. طب الحاجه اللي في ايدي دي بتتاكل؟ لا. اللي في ايدي ده اكبر من حجمي؟ لا. ماشي. آم، اللي في ايدي ده انسان؟ لا. ماشي. اللي في ايدي ده بيحتاج كهرباء؟ لا. اوكي. آه الحاجه اللي في ايدي بتتشرب؟ يس. اوكي. أم... اللي في ايدي ده ساقع ولا سخن؟ ساقع. ماشي.
طب اللي في ايدي ده ساقع ولا سخن؟ ساقع. ساقع. اه. ها. ده بيتاكل ولا بيتشرب؟ ما انت سألت سؤال ده باين. بيتشرب. سألت. بيتشرب. معلش انا اللي مركزه. بيتشرب وساقع. اه. ماشي. طب اللي معايا ده احنا قلنا انه بيتشرب. امم بيتشرب في رمضان؟ لا. ساقع وبيتشرب. طب اللي في ايدي ده فيه كافيين؟ لا. مش. طب اللي في ايدي ده فيه كافيين؟ انت بتقلدي اسئلتي، قهوة خلي قهوة. بالك. لا، حددي النوع لو سمحت، معلش. مش قهوه كابتشينو. سخنه. لما يجيلك بقى السؤال تبقى تقولي. ماشي. اللي في ايدي ده مشروب رمضاني؟ اه. اوه ماشي. طب ايه يا جماعة، هو انا ما جاوبتش؟ قولي يلا. خمني. اخمن اللي معايا. اه. انا بقول كابتشينو. لا. اللي في ايدي ده تمر هندي؟ لا. آه. وكده ايه بقى؟ نكمل. مم. اللي في ايدي ده شاي؟ لا. ايه الحماس اللي انا كنت فيه ده؟ اللي في ايدي ده صوبيا؟ يعني اوه. قلت لك انا بحب ايس اكسب، كوفي. ولكن ما بحبش تحديات. ايس كوفي. اكسكيوز مي. جاهزه تخسري لتاني مره على التوالي؟ جاهزه ان شاء الله اكسحك. يلا. يلا بينا. امم مم. ابدأي انت لو عايز تبدأي. انا اللي ابدا السؤال. احنا مش يلا. هنكرر الاسئله عشان احمد ماشي، اتضايق وانا انا كمان. موافق. اللي في ايدي ده بيتاكل؟ اه. مم. اللي في ايدي ده ريحته نفاذة؟ لا عادي. مش. أم... بيتاكل على الغدا؟ بيتاكل على الغدا. اللي في ايدي ده موجود في اوضه النوم؟ لا. مش. أم... اللي في ايدي ده بروتين؟ ممكن. ممكن. يحسب بروتين ده، صح؟ بروتين. طب هل اللي في ايدي ده سخن؟ اوكي. والله وساقع. الاتنين الاتنين. بتاعتي. اوكي. اللي في ايدي ده ليه علاقه بابو طارق؟ ايه يا ابو طارق؟ بتاع الكشري. لا. لا. هو طارق خلف. لا. اوكي. اللي في ايدي ده حلو؟ قوي بس يعني انت قصدك. حلو ولا حادق؟ لا حادق. حادق. ماشي. اوكي. اللي في ايدي ده امم انت قلت ممكن بروتين. اه. ايه ممكن دي؟ بروتين بروتين. بروتين. امم بروتين نباتي؟ لا، حيواني. ايه ده؟ امال ايه اللي ممكن بروتين؟ ما هو بروتين. حيواني. طيب اللي في ايدي ده رز؟ عماله بالعريض طول ما انا ببص. رز. اللي في ايدي ده ايه؟ رز. انت كده انت انا كده بتجاوب بخمن هل ده رز؟ رونج. ماشي. اسكوز مي. ماشي. اللي في ايدي ده حمام؟ لا. ده بيتاكل بالمعلقه؟ ده اي حاجه. ايه انتوا جايبين اكله غريبه ليه كده؟ ماشي. ماشي. مش عارفه. طب ده بيدخل الفرن؟ لا، ده بيتسوى على البوتاجاز. انا بشوف ماما بتعمله على البوتاجاز. انت بتتوهني. لا، هو على البوتاجاز. طب اللي في ايدي ده ينفع ناكله على الفطار؟ ينفع ناكله في اي وقت. ماشي. خش عليا باللي بعده. طب اللي في ايدي ده ابيتايزر؟ لا. اللي في ايدي ده اكله مصريه؟ مش. ايه؟ انا اللي جاي هجاوب صح غالبا يعني. استنى طيب. يعني انا اخمن دلوقتي ولا كملي ايه؟ براحتك. انت قلت بروتين بيتعمل على النار. ده ستيك ده ولا ايه؟ لا. طب قول. هل ده كشري؟ لا.
غلط. امم غلط. ماشي. طب اللي في ايدي ده فراخ؟ لا. انا جوعت اللي قوي. في ايدي ده من مكوناته رز. اه. قول قول قول. لا يلا. بروتين وبيتعمل على النار يا جماعه وممكن ده. ما يتعملش على النار عادي براحتك على حسب التسوية. طب هو حاجه مم. كامله ولا جزء من حيوان؟ حاجة كاملة. اوكي. هل دي فتة؟ غلط. يا ادائك مش عاجبني خالص. استنى. ايه الصعوبه دي؟ ما تغششوني يا جماعه. ايه الحاجة اللي فيها ممكن رز تغششني غير بطريقه اوضح من كده عشان حاجة فيها رز غير الفتة؟ طب هي احنا قلنا ان هو حيوان كامل. مم. حيوان كامل. ايه يا جماعه مش هتحطولي حاجات سهله؟ هيطلع سهل قوي صح؟ جدا. سمك. صح سمك. كذاب. بس ما حددي نوع السمك. هو انتوا يا جماعه انتوا بالنسبه لي كاتبين الحاجه بالنسبه. هل ده رز بلبن؟ طب لا غلط. ماشي. ثانيه واحده يا جماعه انتوا ليه كاتبيني نوع السمك؟ سلمون. لا. ايه الاكله اللي فيها رز واكله مصريه بجد ايه الحركه دي؟ مش فاهمه. أنا اكله شايفة- فيها رز واكله مصريه. ايه دي كوارع دي ولا ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا ما حدش غششني يعني انا حد غششني؟ بس ده محشي. لو سمحت حدد نوع المحشي. هو محشي ورق عنب. ايه ده؟ عمال اعمل في ايه انت سيخ صح؟ حبيبي. وانا عماله اقول ماله وقعدتوا جيوب انفيه ولا ايه؟ جاهزه أهو. بمجهودي. يا رب اكسب يا رب. على فكره انا برضو اللي بجاوب اجابات. ماشي، براحتك. انت برضو انا هتوهك. يلا يلا بينا. 1 2 3 يلا. هوبا. هل اللي في ايدي ده عصير؟ لا. ماشي. هل اللي في ايدي دي فاكهه؟ امم ماشي. هل اللي في ايدي ده بيتحط في الثلاجه؟ اه. ماشي. طيب اللي في ايدي ده ممكن يتعصر؟ امم امم اللي في ايدي ده خضروات؟ لا. ماشي. انا معايا فاكهه وبتتعصر صح؟ يس. ماشي. الشيب بتاعها مدور؟ لا. امم اللي في ايدي ده بيتاكل لوحده؟ ايه؟ بيتاكل لوحده ولا لازم تحط على حاجه تبع الاكل؟ كده او كده عادي. ماشي. اللي في ايدي ده فيه كالسيوم؟ لا مش عارف ايه السؤال الغريب ده. طب لونه اصفر؟ لا. اللي في ايدي ده ينفع نشربه كعصير؟ امم ماشي. واضح ان احنا الاتنين معانا حاجه بتتشرب كعصير وانا معايا فاكهه. هو انا سالتك شكلها مدوره قلت لي لا. لا. اوكي. طب بيضاويه؟ يس. ده تفاح؟ غلط. جوافه؟ لا. الفاكهة دي بتتقشر؟ امم ماشي. تين؟ لا. برتقان؟ لا. طب استنى نسال اسئله تانية. طب الفاكهه دي غاليه؟ نص نص. كل حاجه غليت. نص نص. نص نص. مم. عادي يعني. اه الفاكهة دي من جوه لونها أحمر؟ I hate you. يلا بينا. آخر سؤال. يلا. كمثرى؟ لا. بطشيخ. غلط. ايه؟ الحمد لله. ايه يا جماعه ده؟
يعني ايه مش بطيخ؟ انت لسه هناك؟ انا لسه هناك. استنى، ايه ده؟ ايه الحركه اللي انت عملتها دي؟ هي لونها اخضر؟ يعني ايه لونها احمر ومش بطيخ؟ ما خلاص مش بطيخ، لو سمحت اكسبت الواقع. تين شوكي. احمر، لونها في تين احمر. شوكي احمر والله من جوه. لا مش تين شوكي. طب ده افوكادو؟ صح. كذاب كذاب. رمان. يا بنت الذين. لا وما غششنيش، بس هو عمل لي كده. كده اهو. اصلا محشي ورق عنب تقريبا لبناني، بجد مش مصري؟ عشان كده شفت قلت انت لك ممكن بتتوهيني ساعة بقى وسخن. ازاي؟ لا ما هو مصري ولبناني الاثنين. ماشي يلا جاهز يلا بينا. يا جماعه، انا جوعت قوي لسه واكلها امبارح. بجد. اكلتها على الغدا ولا على الغدا؟ هل الاكله دي مصريه؟ بحت؟ ماشي. لسه واكلها امبارح. هي معجنات؟ لا. الاكله دي من مكوناتها المكرونه؟ لا. ماشي. بروتين؟ لا. الاكله دي في مكوناتها رز؟ ماشي. دي مكوناتها مكرونه؟ لا. ما قلنا من نعيدش السؤال بقى. ما هو دي حاجه تانية. ما انا قلت لك انت مكرونه. قلت رز، انا قلت مكرونه. ماشي. الاكله دي فيها صلصه؟ لا. لسه واكلها امبارح. هي خضار؟ الاكله دي لونها اخضر من جوه؟ لا. ماشي. خضار. بتتعمل طبيخ؟ الاكله دي ايه بقى؟ ايه؟ بتتحط في بتتاكل بمعلقه ولا بالعيش؟ بتتغمس كده ولا بالمعلقه على طول؟ هي صعبه قوي كده. لا ما بتتاكل كده زي ما هي، ولا بالمعلقه ولا بالعيش. بالايد يعني. ماشي. ومصريه. نفكر. ايه I'm being smart. طب استنى بقى، انا نسيت كل اجاباتك عامه على دي. احنا قلنا ان هي طبيخ. مدوره كده صغننه؟ مش مدوره لا، بس صغننه. حاجه بتتاكل بالايد. هو ده خضار؟ لا. طب هي دي شوربه؟ فيها يعني جزء، نوع من انواع الشوربه؟ جزء شوربه كده، جزء شوربه، حته شوربه في النص. الاكله دي بناكلها على الغدا مثلا بشكل اساسي؟ مش هي دي لونها اخضر؟ طيب مش عارف اقولك ايه تاني. هل ده كشري؟ لا. انت نفسك في كشري؟ مش عارف، حسيت. هي دي ملوخيه؟ لا. خضره؟ ماشي. ايه اللي ممكن يكون بيتاكل بالايد مش بمعلقه ولا بعيش؟ عادي. ايه وحاجه مصري؟ هل ده كراسون؟ انا ما خدعتوش صح؟ كرواسون؟ مش كراسون لا. طبعا. استنى بقى، احنا قلنا باميه؟ صح. حواوشي. ما يا بيتاكلش نهار أبيض. بالعيش. ما هو هو في عيش العيش. اهو. هو في العيش. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ لا ما بيتاكلش بالعيش. كان هو هو اصلا عيش. عيش. هو عيش اصلا. ايوه هناكل العيش بالعيش. بص هل بتخميني يجوز؟ ازاي؟ هل يجوز؟ لا انا ما خمتش. كان لازم اكسب، كان سيب لازم. الجمهور ولا يحدد بقى. دي كده اخر واحده صح؟ يا اكرم ثانك يو سو ماتش. شكرا، اتبسطت ان انا كنت معاكي والله. كانت حلوه قوي. اعتقد ان الحلقه دي تستحق اللايك. تستحق اللايك جدا. يس ثانك يو. باي باي. باي باي.